فيلمنا النهارده بيبدأ في العصر الجليدي مع السنجاب اللي بيظهر وهو بيدور على مكان يخبي فيه البندقية بتاعته، لكن فجأة بيتشقق التلج وبينهار جبل جليدي وبيتحرك من مكانه، فبياخد السنجاب البندقية وبيجري بسرعة قبل ما الجبل يوصله، ولكن للأسف بيظهر جبل من الناحية التانية وبيتزنق السنجاب ما بين الجبلين، وبعد محاولات كتير بيقدر السنجاب إنه يخرج من الانهيار ده بأمان، وساعتها بتعدي من قدامه الحيوانات المهاجرة، وبنشوف حيوان الماموس اللي اسمه ماني وهو ماشي عكس القطيع، ولما واحد من الحيوانات بيزعق له بيتعصب ماني عليه وبيسيبه وبيمشي، وبنروح بعدها الحيوان الكسلان اللي اسمه سد، وبنعرف ان عيلته تخلوا عنه لانه حيوان مزعج جدا، واللي بيمشي هو كمان من المكان اللي هو فيه علشان يهاجر للجنوب مع باقي الحيوانات. وفي الطريق بيقابل 6 حيوانات وحيد القرن اللي بيكونوا مبسوطين لانهم شافوا اخر زهرة برية، لكن ساعتها بيروح سد وبيمسك الزهرة وبياكلها، فبتتعصب حيوانات وحيد القرن وبيجروا وراه، فبيجري منهم سد لحد ما بيخبط في ماني اللي بيبقى متضايق جدا منه وبيزعق له، ومع ذلك بيدافع عنه وبيحميه من حيوانات وحيد القرن اللي بيجروا بسرعة علشان يهاجموه، ولكن ماني بيتصد لهم وبيقدر انه يقضي عليهم، فبيحضنوا السد وبيشكروا لحد ما بيتسبب في انهم يقعوا من على حافة الجبل، فبيتعصب ماني تاني عليه وبيزعق له وبيسيبه وبيمشي، فبيقرر سد انه يروح وراه علشان بيكون خايف من حيوانات وحيد القرن، وبيفضل ماني يطلب من سد ان هو ما يجيش وراه لانه حيوان مزعج، ولكن سد ما بيهتمش بكلام ماني وبيفضل ماشي معاه. وفي مكان تاني بنشوف قبيلة البشر اللي بيظهر الزعيم بتاعهم وهو مبسوط وبيلعب مع ابنه الطفل الصغير، وبنشوف من بعيد نمرين مفترسين وهم بيراقبوهم، وبنعرف ان الاولاني اسمه دييجو وان التاني هو زعيم قطيع النمور اللي بيقول لدييجو انهم هيهاجموا البشر بعد ما يناموا علشان ينتقموا منهم لانهم قتلوا اصدقائهم النمور، وبيطلب الزعيم من دييجو انه يجيب له الطفل الصغير وهو هيروح يخلي باقي القطيع يستعدوا. وبنرجع تاني لسيد هو وماني اللي بيجمع اغصان الشجر وبيكون خيمه، وبيفضل سيد يحاول يشعل مجموعه من اغصان الشجر لكن الجو بيمطر عليهم وما بيقدرش سيد انه يولع اغصان الشجر، فبيروح يطلب من ماني انه ينام جنبه في الخيمه، وبيبدا انه يحكي له عن عيلته اللي تخلوا عنه وسابوه ومشيوا، ولما سيد بيسال ماني عن عيلته بيتضايق ماني وبيسيبه وبينام. وبنرجع تاني للنمور اللي بيستعدوا علشان يهاجموا قبيله البشر، لكن الكلاب بتاخد بالها منهم وبتحذر البشر في اخر لحظه، وبيصحى الزعيم وكل اهل القبيله وبيدافعوا عن نفسهم من النمور اللي بتهاجمهم، وبيتسلل دييجو وبيدخل للخيمه علشان ياخد الطفل، لكن فجاه بتظهر الام وبتضربه وبتخرج من الخيمه ومعاها ابنها وبتجري، فبيجري دييجو وراها وبيطاردها، وبتفضل الام تجري لحد ما بتوصل للشلال، وهناك بيقدر دييجو انه يحاصرها ويقطع العقد بتاع الطفل، وقبل ما يهاجمها دييجو بتنط الام هي وابنها من الشلال وبتقع في الميه. اما باقي النمور فبيسيبوا القبيله وبيهربوا، وبيروحوا لدييجو اللي بيعرفهم ان الطفل وقع من الشلال، فبيتعصب الزعيم وبيطلب منه يروح يجيب الطفل وما يرجعش غير وهو معاه. وبنروح بعدها لزعيم القبيله لما بيلاقي العقد اللي وقع من ابنه وبيقرر انه يروح يدور عليه. وبنروح لماني وساد اللي بيكون حيوان مزعج جدا وبيتكلم طول الوقت، وفجاه بيشوفوا في النهر الام اللي بتبقى تعبانه جدا وبيكون معاها الطفل الصغير، وبيساعد ماني الطفل علشان ما يقعش في الميه، ولما بيرجعوا يبصوا على الام بيلاقوها اختفت، فبيسيب ماني الطفل وبيمشي، ولكن وقتها بيقول له ساد انهم ما ينفعش يتخلوا عنه، وبيعرفوا ان اكيد اهله موجودين عند الدخان اللي فوق الشلال وانهم لازم يرجعوه ليهم، فبيزعق له ماني وبيقول له ان هو مش هيروح معاه وبيطلب منه ما يجيش وراه تاني، فبيتجاهله ساد وبياخد الطفل وبيبدا يتسلق الجبل علشان يوصل للبشر، وبيقف ماني بعيد وبيفضل يتفرج عليه لحد ما بيقع الطفل من ايد ساد، وفجاه بيظهر دييجو وبيلحق الطفل قبل ما يقع على الارض، وساعتها بيروح له ماني وبيبدا يهاجمه وبياخد منه الطفل. وقتها بيقول لدييجو ان الطفل ده بتاعه وان هو عايز يرجعه لعيلته، فبيقول له ساد انهم هم اللي هيرجعوه لعيلته لانه حيوان مفترس وانه اكيد هياكله، فبيرد عليه دييجو وبيقول له ان البشر كانوا موجودين جنب الشلال لكنهم مشيوا الصبح ومش هيقدروا يوصلوا لمكانهم، فبيتضايق ماني وبيزعق لدييجو وبيطلب منه يمشي من هنا، وبيعرف ساد ان هو هيساعده علشان يرجعوا الطفل لاهله، فبيسيبهم دييجو وبيمشي. وبعد شويه بيقدر ماني وساد انهم يوصلوا لمكان القبيله، وبتكون الخيم بتاعتهم مهجوره ومتدمره بالكامل، وفجاه بيظهر دييجو وبيقول لهم ان كلامه كان صح لان البشر هجروا الخيم بتاعتهم ومشيوا، وبيعرفهم ان هو هيقدر يوصل لمكانهم عن طريق ريحتهم، وبيطلب من ماني يديله الطفل وهو هيرجعه لعيلته، لكن ماني بيرفض وبيقول لساد انهم هيروحوا مع دييجو علشان هو الوحيد اللي هيقدر يوصلهم لمكان البشر، وبيبداوا هما الثلاثه رحلتهم مع بعض. وفي الطريق بيبدا الطفل الصغير يعيط، فبيطلب ماني من ساد انه يغير له الحفاضه، وفعلا بيقدر ساد انه يغيرها له وبيرميها على ماني اللي بيتعصب وبيضرب ساد، وساعتها بيبدا الطفل انه يضحك على ساد وبيرجع بعدها يعيط تاني، فبيفهموا ان هو جعان، وبالصدفه بيشوفوا بطيخه جنبهم لكن فجاه بيجي طير وبياخدها وبيجري، فبيروح ماني واصدقائه وراه وبيشوفوا قطيع الطيور اللي بيبقوا بيستعدوا للعصر الجليدي، وبيروح ماني ليهم وبيطلب انه ياخد بطيخه منهم علشان ياكلها للطفل الصغير لانه جعان جدا ولازم ياكل، لكن زعيم الطيور بيرفض لان البطيخ ده هو مخزونهم علشان يقدروا يعيشوا في العصر الجليدي.
الجليدي، فبيتريق عليهم ماني لأنهم مخزنين 3 بطيخات بس ودول مش هيكفوهم لمدة كبيرة. وفجأة بتقع بطيخة بالغلط من زعيم الطيور وبتقف قدام الطفل، فبيتعصب الزعيم وبيروح هو وكل الطيور ياخدوا البطيخة من الطفل وبيحدفوها لبعض لحد ما بيغلط واحد منهم وبيحدفها من على الجبل. وبيستغل سيد الفرصة وبيحاول ياخد بطيخة تانية، لكن الطيور بتهاجمه وبيحدفوا البطيخة لبعض، لكنها بتقع هي كمان في ينبوع المية وما بيتبقاش معاهم غير بطيخة واحدة بس. وبيجروا كلهم ورا البطيخة اللي بيمسكها ماني وبيحدفها لساد اللي بتبدأ الطيور إنها تحاصره من كل مكان، فبيتفاداهم ساد وبيعدي من فوقهم وبيخبط البطيخة في الأرض وبيكسرها وبيبدأ الطفل ياكلها وهو مبسوط. وبالليل بيقرروا الحيوانات إنهم يناموا علشان يقدروا يكملوا طريقهم لليوم اللي بعده. وبيظهر ماني وهو قلقان وخايف من دييجو، وبينام ساد وكمان دييجو، وبيحاول ماني ما ينامش لكنه ما بيقدرش يقاوم وبينام هو كمان. وبعد شوية بيصحى دييجو وبيقرب من ماني وبيحاول إن ياخد الطفل منه لكنه ما بيقدرش، وفجأة بيحس دييجو إن في حد موجود معاه في المكان. ولما بيروح دييجو بيهاجمه بيكتشف إنه واحد من قطيع النمور، وبيجي نمر تاني وبيسأل دييجو عن السبب اللي خلاه ما يرجعش بالطفل للزعيم، فبيعرفوا دييجو إن هو ناوي يستدرج الماموس وحيوان الكسلان ومعاهم الطفل للقطيع علشان يهاجموهم وياكلوهم. وبيطلب دييجو منهم يروحوا يعرفوا الزعيم. وفي تاني يوم بيصحى ماني وبيتخض لما مش بيلاقي الطفل معاه، وبيفهم هو ودييجو إن الطفل مع ساد، وفعلا بيكون الطفل مع ساد اللي بيستغله علشان يكسب إعجاب البنات، وبيعرفهم إن هو حارب قطيع النمور وأنقذ الطفل منهم. ولكن وقتها بيروح له ماني وبيضربه وبياخد الطفل منه وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل ماني يلعب مع الطفل وبيحطه فوق شجرة وهو مستغرب إزاي المخلوق الصغير اللطيف ده بيتحول لشخص مفترس وبيهاجم كل الحيوانات وهو ما عندوش مخالب ولا أنياب. وبنرجع بعدها لساد اللي بيروح لينبوع تاني وبالصدفة بيقابل حيوانات وحيد القرن اللي بيبدأوا إنهم يطردوه، فبيجري ساد منهم وبيروح لدييجو وبيطلب منه إنه يساعده. ولما بتوصل حيوانات وحيد القرن بيلاقوا دييجو ماسك ساد بأنيابه، فبيفهموا إن دييجو قتل ساد علشان ياكلوا وبيسيبوه وبيمشوا. وبيوصل ماني وبياخدهم وبيكملوا رحلتهم اللي بتبقى طويلة جدا. وفي الطريق بيغير دييجو آثار أقدام النمور علشان يخدع ماني وساد، وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيشوف دييجو إن البشر موجودين قدامهم، فبيرجع دييجو لماني وبيعرفوا إن هو لقى كهف هيوصلهم بسرعة لمكان البشر. لكن ماني وساد بيبقوا شايفين إن الكهف ده شكله مخيف جدا وبيرفضوا فكرة دييجو. لكن فجأة بيحصل انهيار جليدي فبيجروا كلهم بسرعة وبيدخلوا للكهف، ولما بييجوا يخرجوا بيتقفل عليهم الكهف، فبيقرروا انهم يروحوا مع دييجو وبيتمشوا في المكان. وبيترعب سيد لما بيشوف ديناصور متجمد في الجليد، وكمان بيتصدم بوجود مركبة فضائية. وبيفضلوا كلهم ماشيين في المكان لحد لما بيدخلوا الكهف حجري مرسوم على الجدران بتاعته رسومات لكل الحيوانات، ومن ضمن الرسومات دي بتكون موجودة رسمة الحيوانات الماموس. ولما ماني بيشوفها بيتأثر جدا وبيفتكر عيلته اللي كان بيحميهم، لكن البشر هاجموهم وقتلوا مراته وابنه، ومن وقتها وهو عايش لوحده. فبيحزن سيد ودييجو لما بيعرفوا اللي حصل لماني وبيتعاطفوا معاه، وساعتها بيحضن ماني الطفل الصغير وهو بيعيط وبيمشي علشان يرجعه لعيلته. وفي الوقت ده بيكون زعيم القبيلة لسه بيدور على ابنه لكنه بيفقد الأمل في إن هو يشوفه تاني. وبنرجع لماني وأصدقائه اللي بيقدروا إنهم يخرجوا من الكهف وبيقربوا إنهم يوصلوا لمكان البشر، وفجأة بينهار الجليد اللي هم ماشيين عليه وبيخرج حمم بركانية، فبيجري ماني هو وأصدقائه بسرعة علشان يهربوا من الحمم. لكن فجأة بيسيح الجليد وبتنتشر الحمم البركانية في كل مكان، فبيروح ماني وبيرمي ساد وده علشان يعديه للجانب الآمن، وبينط هو كمان وبيعدي. وبيجي الدور على دييجو اللي بينط وبيمسك في حافة الجليد لكنه بيبقى خلاص هيقع، فبيروح له ماني وبيقرب منه وبيحاول انه ينقذه. وقبل ما دييجو يقع في الحمم البركانية بيلحقوا ماني وبيسحبه وبيرميه للجانب الآمن، وقبل ما يروح لهم ماني بيتكسر الجليد بيه وبيقع في الحمم البركانية اللي بتطيره لفوق تاني وبترجعه لأصدقائه. وبسبب اللي حصل ده بيروح دييجو لماني وبيشكره لأنه أنقذ حياته، وبيسألوا عن السبب اللي خلاه يعمل كده، فبيعرفوا ماني إنهم قطيع وإن واجب على كل واحد فيهم يساعد التاني لو احتاج لمساعدته. وبنروح بعدها لقطيع النمور واللي بيبقى الزعيم بتاعهم مستني دييجو يجيب لهم الماموس والطفل الصغير علشان ياكلوهم، وبيقول لباقي النمور ان نمر واحد ما يقدرش يصطاد حيوان الماموس لانه قوي جدا، وعشان كده بيقرروا انهم هيحاصروه على ما يستغل الزعيم الفرصه ويهاجموا من رقبته ويقتلوا. وبنرجع لماني واصدقائه اللي بيقرروا انهم يريحوا لان الجو برد جدا، ولما سيد بيحاول انه يرسم على الصخور بيقدر انه يولع نار، وبيفرح جدا انه اخيرا قدر يعمل كده. وبيخيموا كلهم في المكان وبيندهشوا لما بيشوفوا الطفل الصغير اللي بدأ انه يتعلم المشي لوحده. وبيروح لدييجو اللي بيتأثر جدا وبيقول لساد ان ماني صديق مخلص جدا لانه عمره ما قابل صديق ممكن يضحي بحياته علشان ينقذه. ولما بيناموا بيجي السنجاب وبيقرب من نار علشان يسيح البندقية بتاعته لكنها بتتحول لفشار. وفي تاني يوم بيكمل ماني واصدقائه طريقهم وبنشوف النمور وهم بيراقبوهم من بعيد، وبيكون دييجو حاسس بالذنب من اللي هو فكر يعمله مع اصدقائه اللي وثقوا فيه. وساعتها بيطلب دييجو من اصدقائه انهم ما يكملوش طريقهم، وبيعترف لهم ان النمور عاملين لهم
لهم فخة علشان ياكلوهم. فبيتعصب ماني لأن دييجو كان بيخدعهم طول الفترة اللي فاتت، فبيعتذر له دييجو وبيطلب منه يثق فيه وبيعرفوا إنهم لازم ينفذوا كلامه علشان يقدروا يهربوا من قطيع النمور. وساعتها بيضطر ماني وساد إنهم يثقوا فيه. وبعد شوية بنشوف دييجو اللي بيروح لقطيع النمور وبيعرفهم إن الماموس وحيوان الكسلان ومعاهم الطفل قربوا يوصلوا لهم. وفعلا بيشوفوا ساد وهو ماسك الطفل من بعيد، فبيجروا بسرعة علشان يهاجموه، لكن ساد بيقدر إن يتزلج على الجليد بأغصان الشجر وبيجري بسرعة علشان يهرب منهم. فبتجري النمور وراه وبيطاردوه، وبيفضل ساد يتزلج على الجليد ويلف في الهواء وهو سعيد لحد ما بيطير وبيوقع الطفل منه بالغلط وبيطلع هو فوق الجبل. ولما النمور بتقرب من الطفل بيتعصب الزعيم لما بيعرف إن ساد كان بيخدعهم وبيسيبهم وبيجري، فبيجروا كلهم وراه وبيطاردوه. وساعتها بيظهر لهم ماني وبيضرب مجموعة منهم بغصن الشجرة، ولكن فجأة بيظهر الزعيم وبيطلب من دييجو يستعد علشان يهاجموا الماموس، ولكن دييجو بيقف في صف ماني علشان يتصدى لزعيم القطيع. فبيتعصب الزعيم وبيقرر انه يقتله، وبيطلب من النمور اللي معاه انهم يهاجموا الماموس. وبيروح الزعيم يهاجم دييجو وبيقتله، وبيقدر انه يخبطه في صخره وبيخليه يفقد الوعي. اما ساد فبيروح للمكان اللي مخبي فيه الطفل الصغير، وفجأة بيظهر نمر وبيهاجمه، لكن ساد بيقدر انه يخبطه وبيحبسه مكان الطفل وبياخد الطفل وبيمشي. وبعدها بنشوف ماني اللي بيحاول يتصدى للنمور هم وزعيم القطيع اللي بيقدروا انهم يحاصروه. وقبل ما الزعيم يقتله بيفوق دييجو وبيصد الضربه مكان ماني وبيقع على الارض. فبيتعصب ماني جدا وبيشيل زعيم النمور وبيخبطه في صخره وبيقع عليه جليد حاد جدا وبيموته. فبتخاف باقي النمور من ماني وبيهربوا من المكان. وبيوصل ساد اللي بيكون فرحان لان النمور خافوا منهم، وبيحزنوا لما بيشوفوا دييجو وهو تعبان جدا من اثر الضربه، واللي بيعتذر لهم عن اللي هو عمله وبيقول لهم ان هم افضل قطيع قابله في حياته، وبيودع الطفل الصغير. فبيشجعوا ساد وبيقولوا ان هو قوي كفايه وانه هيقدر يعيش، لكن دييجو بيفقد الوعي. وبنشوف ساعتها البشر وزعيم القبيله وهو حزين جدا لانه مش لاقي ابنه الصغير، لحد ما بيستسلم لفكره انه اكيد مات وبيقرر ان هو مش هيدور عليه تاني. وقبل ما يمشي بيوصل ماني وساد، فبيحاول زعيم القبيله انه يهاجمهم بالرمح، لكن ماني بياخده منه وبيرميه على الارض، وبتجري عليهم باقي القبيله علشان يهاجموهم، لكن الزعيم بيشوف ابنه معاهم وبيمنعهم انهم يأذوهم. وبينزل ماني الطفل اللي بيمشي على الجليد وبيروح لوالده اللي بيفرح جدا وبيحضنه، وبيودع الطفل الصغير اصدقائه ماني وساد، وبيقدم لهم الاب العقد بتاعه كهديه شكر لانهم رجعوا له ابنه. وبيمشي هو وباقي القبيله، وفجاه بيفرح الطفل الصغير لما بيشوف دييجو اللي بيكون قدر ان هو يتحمل الالم وجه علشان يودعه. وبيجري ساد وبيحضن دييجو وهو فرحان جدا هو وماني برجوعه ليهم. واخيرا بيكون ماني عيله مكونه من دييجو وساد، وبيقرروا هما التلاتة يعيشوا مع بعض للأبد. فيلمنا النهارده بيبدأ بالسنجاب وهو بيتسلق الجبل الجليدي وبيروح ياخد البندقية بتاعته، لكن فجأة بينهار الجليد وبيخرج منه مية كتير بتطير السنجاب لبعيد. وبنشوف بعدها مجموعة من الحيوانات وهم بيلعبوا في الملاهي التلجية وبينزلوا المية وهم مبسوطين. وبيجي ساد وبيحذر الحيوانات الصغيرة من خطر المية، لكنهم بيعلقوه بحبل وبيضربوه بالعصاية وبيدفنوه في الأرض. وساعتها بيروحوا له أصدقائه اللي اسمهم ماني ودييجو وبيخرجوا من الحفرة، ومع ذلك بيقول لهم ساد إن الحيوانات الصغيرة بيحبوه وبيحترموه، لكن وقتها بتتجمع الحيوانات الصغيرة وبيكتفوه وبيتريقوا عليه. فبيتضايق ساد وبيقول لهم ان هو هيثبت لهم انه مش فاشل وبيسيبهم وبيمشي. وبنشوف بعدها حيوان وهو بيحذر باقي الحيوانات وبيقول لهم ان العالم على وشك الغرق وانهم لازم يستعدوا للفيضان. فبيروح له ماني وبيسأله عن السبب اللي خلاه يقول كده، فبيرد عليه الحيوان وبيقول له ان الجليد بدأ يدوب وانها كلها مسألة وقت وهيتحول كله المية. فبيتريق ماني عليه وبيطمن الحيوانات وبيقول لهم ان ده مستحيل يحصل، لكن برضه بيظهر ان الحيوانات خايفين جدا انهم ينقرضوا ويحصل لهم زي ما حصل للديناصورات وحيوانات تانية غيرهم. وبيسأل واحد منهم ماني إذا كانت حيوانات الماموس انقرضت وما تفضلش غيره هو اللي موجود في العالم. وفجأة بيقطعهم صوت ساد اللي بيكون عاوز ينط من فوق الشلال علشان يثبت لهم ان هو مش فاشل. فبيروحوا له ماني ودييجو ينقذوه قبل ما ينط من فوق الشلال، ولكنهم بعدها بيخبطوا في دييجو وبيبعدوا عنهم. وفجأة بينهار الجليد اللي تحت دييجو وبيتكسر. فبيجري دييجو بسرعة وبيروح لأصدقائه وبيتصدموا هما التلاتة لما بيشوفوا الجليد اللي اتحول كله المية، وبيفهموا وقتها انها مسألة وقت والسد هينهار. فبيرجعوا هما التلاتة للحيوانات وبيحذرهم ماني وبيقول لهم ان السد هينهار وان الوادي كله هيغرق، لكن الحيوانات مش بتصدقوا وبيتريقوا عليه، لحد ما بيروح لهم نسر وبيأكد لهم كلام ماني وبيقول لهم ان الفيضان بيقرب وان المية هتغرق المكان كله، وبيعرفهم انهم لو عاوزين يعيشوا لازم يروحوا للسفينة اللي موجودة في اخر الوادي. وبيقول لهم ان قدامهم 3 ايام بس قبل ما الجليد يدوب وينهار السد، وبيعرفهم ان ده احسن خبر بالنسبة له لان كل ما حيوان هيموت هو وباقي النسور هيتجمعوا عليه وياكلوه. وفجأة بيتكسر جزء من السد وبيكون هيقع
على الحيوانات ويموتهم، لكنهم بيقدروا يتفادوه، وبسبب اللي حصل بيقرروا الحيوانات انهم يروحوا لاخر الوادي علشان يركبوا في السفينه. وبيروح دييجو وبيسأل ماني اذا كان فعلا في سفينه في اخر الوادي زي ما النسر بيقول، فبيرد عليه ماني وبيقول له انهم مش قدامهم اي خيار تاني وانهم لازم يمشوا من هنا في اسرع وقت ممكن. وبعدها بنشوف قطع الجليد اللي وقعت من السد، وبنشوف جواها 2 من الوحوش البحريه المتجمده لكنهم بيبقوا لسه عايشين. وبعدها بنشوف الحيوانات وهي بتستعد علشان يبداوا رحلتهم لاخر الوادي على امل انهم يلاقوا السفينه. وبنشوف السنجاب اللي بيلاقي البندقيه بتاعته تحت الجليد، وبيحاول السنجاب انه يكسر الجليد علشان ياخد البندقيه اللي بتتحرك وبتبعد عنه. فبيقع السنجاب في الميه وبيروح وراها وبيسحبها ليه لكنها بتطير بعيد. فبيستخدم السنجاب انيابه وبيقطع الجليد وبيخرج بيه من الميه وبيحاول ياخد البندقيه، لكنها بعدها بتطير وبتقع على قمه جبل. وبنروح بعدها الماني اللي بيكون متضايق جدا لما بيحس ان هو اخر حيوان ماموس موجود في العالم. وفجاه بيسمع ماني صوت ماموس تاني، فبيفرح جدا وبيجري بسرعه هو واصدقائه علشان يروحوا لمصدر الصوت. ولما بيوصلوا بيتفاجئوا ان مصدر الصوت حيوان تاني مش من فصيله الماموس. فبيحزن ماني جدا لانه اخر ماموس في العالم، وبيقول لاصدقائه انه عاوزهم يسيبوه لوحده شويه وبيسيبهم وبيمشي. وفجاه بيظهر 2 من حيوانات الابوسم وبيهاجموا دييجو وساد اللي بيتعصبوا وبيطاردوهم، لكن حيوانات الابوسم بيستخبوا في فتحات في الارض وبيفضلوا يضربوا ساد ودييجو وهما بيتريقوا عليهم. ودييجو وساد ما بيكونوش قادرين انهم يوصلوا لهم، وبتجري حيوانات الابوسم منهم وبيجري دييجو وساد وراهم. ومن ناحيه تانية بنشوف ماني وهو لوحده وبيظهر عليه انه حزين. وفجاه بتظهر له ماموس متعلقه في شجره وبتقع على الارض، فبيفرح ماني جدا لما بيشوفها لانه بكده مش هيكون اخر حيوان ماموس في العالم. وبنعرف ان الماموس دي بيبقى اسمها إلي، وبنشوفها وهي بتتصرف بغرابه وبتتعلق على شجره وبتدور على اخواتها. وفجاه بيوصل حيوانين الابوسم وبيبقى ساد ودييجو بيطاردوهم، وبيتصدموا هما الثلاثه لما إلي بتقول لهم ان حيوانين الابوسم دول يبقوا اخواتها. فبيقول لها ماني انهم اكيد مش اخواتها لانها ماموس وهم حيوانات ابوسم. فبتقول له إلي ان هي كمان حيوان ابوسم، فبيتريق عليها ماني وبيقول لها ان هو سحليه وصديقه ساد بطه وصديقه دييجو يبقى فار. وبيبقوا هما الثلاثه مستغربين جدا من إلي اللي بتكون مقتنعه انها حيوان ابوسم زي اخواتها اللي بنعرف ان اسمهم ايدي وكراش. وبيروح ساد لإلي وبيعرفها ان السد هينهار وانهم هيغرقوا كلهم لو ما وصلوش لمكان السفينه، وبيطلب من إلي انها تيجي معاهم. فبتوافق إلي هي واخواتها وبيبداوا كلهم رحلتهم مع بعض. وفي الطريق بتظهر إلي وهي بتتصرف بغرابه زي حيوانات الابوسم، وبتفضل تستخبى علشان ما حدش يشوفها. واول ما إلي بتشوف نسر في السماء بتمثل هي وايدي وكراش انهم ميتين علشان النسر ما يهاجمهمش. وساعتها بيروح لها ماني وبيعرفها انها في امان لان النسر عمره ما هيهاجمها طول ما هي حيه، وبيحاول يفهمها انها حيوان ماموس زيه، وبيوريها اثار اقدامهم اللي بتكون زي بعض وكمان ظلهم اللي على الارض. فبتفرح إلي وبتقول له ان هو كمان حيوان ابوسم زيها، وبتسيبه وبتمشي. وبعد شويه بيوصلوا كلهم لمكان جليدي عايم فوق بحيره كبيره، وبنشوف دييجو اللي بيبان عليه انه خايف من الميه. وهم ماشيين بيظهر تحت الجليد الوحوش البحريه اللي بتطلع فجاه وبتهاجمهم وبتفرقهم عن بعض. وبيقع سيد في الميه وبيحاول انه يعوم وبيطلب من دييجو انه يساعده، ولكن دييجو بيكون خايف ومتثبت مكانه ومش قادر يتحرك. فبيعوم سيد بسرعه وبيروح له وبيحاول يفوقه من خوفه قبل ما الوحش يوصل لهم، ولكن دييجو ما بيتحركش من مكانه. فبيعضوا سيد من ديله وبيجروا هما الاتنين بسرعه وبيقدروا انهم يهربوا من الوحش على اخر لحظه. وبيخرج الوحش التاني من الميه وبيهاجم ماني اللي بيحاول يتفاداه بكل الطرق. وبالصدفه بيقدر ماني انه يمسكه بانيابه وبيشيله وبيرميه بعيد، فبيتعصب الوحشين وبينزلوا تحت الميه تاني. فبتفرح إلي وبتقول لماني ان هو شجاع جدا وقوي وان اكيد الشجاعه هي السبب في انقراض حيوانات الماموس. وبيكملوا رحلتهم. وبيروح سيد لدييجو وبيقول له ان الجليد بيدوب وان الميه هتكون في كل مكان وانه لازم يواجه مخاوفه من الميه باي طريقه. وبنروح بعدها للسنجاب اللي بيتزلج على الجليد وبيطير في الهواء، وبيقدر ان ياخد البندقيه لكنه بيقع في الميه. وبتبدا اسماك البيرانا المتوحشه انها تهاجمه لحد ما واحده منهم بتاكل البندقيه بتاعته. فبيتعصب السنجاب وبيضرب كل الاسماك وبياخد البندقيه بتاعته، ولكن فجاه بيظهر نسر وبياخدها منه وبيوديها للعش بتاعه. وبنشوف بعدها ايدي وكراش وهما بيتدحرجوا على الجبل بجذع شجره، وبتقلدهم إلي وبتعمل زيهم. وبيطلب كراش من ماني ان هو يشد الشجره ويطيره في السماء، وفعلا ماني بيعمل كده وبيطيره بعيد، وبيبقى كراش مبسوط جدا لحد ما بيخبط في شجره وبيقع على الارض وبيموت. فبيروح له إيدي وبيحزن جدا على موت اخوه، وبيقول لإلي ان ماني هو السبب. فبتتعصب إلي وبتزعق لماني وبتلومه لان هو السبب في موت اخوها. وفجاه بيفوق كراش اللي بيكون لسه عايش وبيرقص وهو فرحان. فبتعتذر إلي لماني على اللي حصل وبيكملوا طريقهم. وبيقول دييجو لماني ان إلي شخصيه غبيه جدا ومشوشه لكنها لطيفه وهتكون مناسبه جدا كزوجه ليه. فبيحزن ماني وبيقول له ان عيلته ماتت كلها وان هو مش هيقدر يكون عيله جديده. فبيتدخل سيد وبيعرفه ان هو لو ضيع الفرصه دي حيوانات الماموس هتنقرض من العالم كله. وبنشوف إلي وهي ماشيه ورا إيدي وكراش لحد ما بتتزنق تحت جذع شجره، فبيساعدها ماني وبيشيل الجذع وبيخرجها. وفجاه بتشوف إلي مكانه بتشبه عليه وبتروح هي وماني علشان يستكشفوه. ولما إلي بتشوف الشجر اللي في المكان ده بتفتكر
نفسها وهي صغيرة لما كانت تايهة في الجليد واستخبت تحت الشجرة دي، وبتفتكر إيدي وكراش اللي شافتها هناك وأخدتها واهتمت بيها كأنها بنتها. فبتفهم إيلي أخيرا إنها حيوان ماموس زي ماني، وبتقوله إنها كانت حاسة إنها مختلفة عن حيوانات الأبوسم. فبيواسيها ماني وبيقول لها إنها أجمل حيوان ماموس شافه في حياته. فبتفرح إيلي جدا وبتشكره. ومن ناحية تانية بنشوف السنجاب وهو بيجري على الجليد لحد ما بيقدر إنه يوصل لعش النسر اللي فيه البندقية، لكن فجأة بتفقس البيضة اللي في العش وبيخرج منها نسر صغير بيبدأ إنه يهاجم السنجاب علشان ياخد منه البندقية، وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا بعض. ولما النسر بياكل البندقية بيخرجها السنجاب من بقه، ولكن وقتها بتوصل النسر وبتضرب السنجاب وبتوقعه من العش. وبنرجع تاني لساد وهو بيقول لدييجو إن طبيعي إن أي كائن يحس بالخوف، لكن المهم إنه يتغلب على مخاوفه ويواجهها علشان يبقى أقوى وأفضل من الأول. وبيعرفوا ساد إن هو دلوقتي الفريسة بالنسبة للمية، وبيقوله إن كل الحيوانات بتعرف تعوم وبيحاول يعلمه العوم. وبنشوف ماني وهو بيتكلم مع إيلي وبيقول لها إن من الواجب عليهم يمنعوا حيوانات الماموس من الانقراض. فبتتعصب إيلي وبتزعله لأنه كلمها بالطريقة دي، وبيروحوا بعدها لأصدقائهم وبيرجعوا يكملوا طريقهم. وهم ماشيين بيقرب ماني من إيلي وبيحاول إنه يعتذر لها عن اللي حصل، لكن إيلي بتتجاهله وبيكملوا مشي في الضباب. وفجأة بتتحرك الصخور اللي تحتهم وبيكتشفوا إنهم كانوا ماشيين على جسر، وإن الجسر ده على وشك إن هو يتدمر. وبتتكسر الصخرة اللي تحت إيلي، لكن ماني بيمسكها وبيلحقها قبل ما تقع. أما دييجو فبيكون متشبت في حافة الصخرة وبيأمر إيدي وكراش إنهم يمسكوا في حافة الطريق، وفعلا بيعملوا كده وبيثبتوا الصخور. وبيستغل ماني الفرصة وبيعتذر لإيلي عن الكلام اللي هو قاله لها، فبتسامحه إيلي وبتعتذر له هي كمان عن وقاحتها معاه. وبيقدر سيد إن هو يعدي للجانب الآمن. ولما بتتكسر الصخرة اللي تحت إيلي بيقدر ماني إنه يسحبها وبيجروا هما الاتنين. وقبل ما دييجو يقع بيقدر ماني هو وإيلي إنهم يمسكوه على آخر لحظة. وبتفرح إيلي جدا لأن دي أول حاجة يعملوها مع بعض. وبعدها بيقرروا كلهم إنهم يخيموا في الغابة ويكملوا طريقهم في اليوم اللي بعده. وبيولع لهم سيد النار وبيودع دييجو وبينام على جذع شجرة. أما إيلي فبتتعلق في غصن شجرة وبتنام جنب إيدي وكراش. وبالليل بيتحرك جذع الشجرة اللي سيد نايم عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه وسط عدد كبير جدا من حيوانات الكسالى الصغيرين اللي بيلبسوا سيد تاج وبينحنوا ليه، وكمان بيبقوا عاملين له تمثال على شكله. وبتقول واحدة منهم لسيد إن هو حاكم اللهب وبتديله صخرتين علشان يشعل بيهم النار. فبيولع لهم سيد النار اللي بتمشي في كل الحبال وبتنور لهم التمثال. فبتندهش كل الحيوانات وبيقلدوا سيد في كل حاجة بيعملها. وبيفضل سيد بيغني ويرقص وبيخليهم يرقصوا زيه، وبيفضلوا كلهم يلعبوا مع بعض. ولكنهم فجأة بيرموا عليه حبال وبيكتفوه وبياخدوه علشان يرموه في البركان. وبتقول له واحدة منهم إن هو حاكم اللهب وإنهم لو ضحوا بيه الجليد مش هيدوب وبالتالي مش هيحصل فيضان، وبيرموه في البركان. وقبل ما سيد يوصل للحمم البركانية بيتعلق الحبل اللي كان سيد ماسك فيه في صخرة وبيسحبه وبيرميه في التمثال، وبيتدمر التمثال وبيتدحرج الجزء اللي سيد موجود فيه. ولما ماني وأصدقائه بيصحوا بيتفاجئوا إن المية وصلت لهم، وبيجي سيد وبيحكي لهم عن اللي حصل معاه، ولكن محدش بيصدق كلامه وبيفتكروا إنه كان بيحلم. وبيمشوا كلهم علشان يكملوا طريقهم. وهم ماشيين بيكتشفوا إن هم موجودين وسط مجموعة كبيرة جدا من النسور اللي بيكونوا مستنيين أي حيوان يموت علشان ياكلوه، وبيغنوا لهم وبيحتفلوا بيهم وبيجروا وراهم. فبيجري ماني وأصدقائه بيتفادوهم وبيتدحرجوا على الصخور وبيهربوا منهم. وبعد مدة طويلة بيوصلوا كلهم لمكان السفينة اللي بتبقى عبارة عن جذع شجر عملاق جدا، وبيعرفوا إنهم علشان يوصلوا لها لازم يعدوا من حقل الينابيع الساخنة. فبيطمنهم سيد وبيقول لهم إن الينابيع دي مجرد بخار ساخن، لكنهم بيتصدموا من اللي بيعدي من على البخار ده وبيتشوي قدامهم. وبالرغم من كده بيبقى ماني شايف إن هما لازم يعدوا من حقل الينابيع الساخنة ده علشان هو أسرع طريق يوصلهم للسفينة، لكن إيلي بتكون شايفة عكس كده وبتطلب منه يدوروا على طريق تاني لأن الطريق ده خطر جدا عليهم وإنه هيتسبب في موتهم. وبتختلف هي وماني وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. وفي النهاية بتقرر إيلي إنها تاخد إيدي وكراش وبتروح تدور على طريق تاني. وبيمشي ماني وأصدقائه من طريق حقل الينابيع الساخنة، وبيكون ماني متعصب ومتضايق جدا بسبب إيلي. وفجأة بينفجر ينبوع من الينابيع في ماني وبيخليه يفقد تركيزه. فبيروح له دييجو وساد وبيفوقوه وبيجروا هما التلاتة بسرعة وبيتفادوا كل الينابيع وبيخرجوا من الحقل وبيقدروا إنهم يوصلوا للسفينة. وبيبدأ ماني يسأل الحيوانات إذا كان حد منهم شاف ماموس معاه حيوانين من الأبوسم، وبيساعدوا دييجو وساد وبيفضلوا يدوروا على إيلي هي واخواتها. وبنرجع تاني للسنجاب اللي بيقدر إنه يوصل لعش النسر من تاني وبياخد البندقية بتاعته، وبيستغرب لما بيشوف إن الأم أخدت النسر الصغير وطارت. وفجأة بينهار السد وبيخرج كمية مية كبيرة جدا بتغرق الوادي كله، وبتحصل هزة أرضية بتقدر إنها تدمر الصخور بسبب ضغط المية القوي. وبتترعب إيلي هي واخواتها وبيجروا بسرعة علشان يوصلوا للسفينة، ولكن للأسف بتقع الصخور حواليهم وبتحاصرهم جوه كهف وما بيبقاش في مخرج ليهم غير فتحة صغيرة جدا. فبتخرج إيلي اخواتها من الفتحة دي علشان يروحوا يطلبوا المساعدة. وبيجروا إيدي وكراش هما الاتنين وبيروحوا للحيوانات وبيقدروا إنهم يوصلوا لماني وبيعرفوه اللي حصل لإيلي. فبيجري ماني بسرعة هو وأصدقائه ورا إيدي وكراش علشان يروحوا ينقذوا إيلي، ولكن فجأة بتوصل لهم المية وبتدمر الصخور وبيقع فيها ماني وإيدي وكراش. أما سيد ودييجو فبيكونوا في أمان، وبيتعلق إيدي
وكراش في شجرة علشان ما يغرقوش، فبيقرر سيد انه ينقذهم وبينط في المية بسرعة لكنه بيخبط في قطعة من الجليد وبيفقد الوعي، فبيمسكوه ايدي وكراش قبل ما المية تسحبه. وبيظهر دييجو اللي بيكون خايف ومرعوب لانه ما بيعرفش يعوم، وبنشوف وقتها ماني اللي بياخد جذع شجرة وبيروح للكهف اللي إيلي محبوسة فيه وبيحاول يخرجها وبيطمنها ان هو موجود معاها ومش هيتخلى عنها. وبتفضل إيلي تزق الصخرة اللي قافلة الكهف من الناحية التانية علشان تخرج، لكن الصخرة دي بتكون تقيلة جدا وما بتقدرش هي وماني انهم يحركوها. وساعتها بيعلى منسوب المية وبيغطي جذع الشجرة، ومع ذلك بيرفض ماني انه يتخلى عن إيلي. وبنرجع بعدها لدييجو اللي بيتشجع وبينط في المية وبيفتكر كلام سيد لما كان بيحاول يعلمه العوم، وبيقلده فعلا بيقدر يعوم وبيلحق ايدي وكراش وسيد قبل ما المية تسحبهم. ولكن بعدها بيغرق سيد وبيكون خلاص هيموت، لكن دييجو بيغطس وراه وبينقذه على اخر لحظة وبيخرجه من المية. فبيشكروا سيد لانه انقذ حياته وبيعرفوا ان كل الحيوانات بتعرف تعوم ما عدا النمور. اما ماني فبيبقى لسه بيحاول يزق جذع الشجرة علشان ينقذ إيلي، وبيخرج من المية وبيمسكها علشان يطمنها، لكن فجأة بيتسحب ماني لتحت وبيكون السبب في ده هما الوحوش البحرية اللي بيحاصروه وبيفضلوا يهاجموه من كل الاتجاهات. وساعتها ماني بيقدر انه يضرب واحد منهم وبيطلع لسطح المية علشان يتنفس، وبيحذروا اصدقائه قبل ما الوحوش توصل له. فبيغطس ماني وبيروح لجذع الشجرة وبيقف قدامه وبيستغل الوحوش اللي بتكون جاية عليه بسرعة، وبيقدر انه يتفاداهم وبيخليهم يخبطوا في جذع الشجرة، وبيحركوا الصخرة اللي بتقع عليهم وبينقذ إيلي، وبيخرجوا هما الاتنين لسطح المية وبيروحوا لاصدقائهم وبيطلعوا كلهم على صخرة واحدة، لكن منسوب المية بيفضل يزيد وما بيتبقاش اي مكان تاني يروحوا له، وبينهار الجبل اللي شايل السفينة اللي بتقع وبتعوم كل الحيوانات فوق المية. ومن ناحية تانية بنشوف حفر كتير في الجبل الجليدي، وبنعرف ان السنجاب هو سبب الحفر دي، لانه لما بيستخدم البندقية بتاعته علشان يطلع بيها فوق الجبل، بمجرد ما بيوصل السنجاب لقمة الجبل بتبدأ الحفر دي تتكسر وبيتشقق الجبل وبيتقسم لنصين. وفي الوقت ده بيكون ماني واصدقائه على وشك الغرق بالكامل، لكن لحسن حظهم ان الشق ده بيوسع اكتر وبيقع السنجاب وبتخرج المية من الفتحة اللي ظاهرة ما بين شقين الجبل، وبيقل منسوب المية وبتظهر الارض مرة تانية، وبيفرح ماني واصدقائه وكل الحيوانات لانهم لسه عايشين. وبتروح حيوانات الكسالى الصغيرين لسيد وبيطلبوا منه يكون الزعيم بتاعهم، فبيتدخل دييجو وبيقول لهم ان سيد هو اللي اسس القطيع ده وانهم ما يقدروش يستغنوا عنه. فبيفرح سيد جدا وبيحضن دييجو وبيشكره، وفجأة بيوصل للمكان عدد كبير جدا من حيوانات الماموس المهاجرة، وبيفرح ماني هو وإيلي لانهم مش لوحدهم، وبتقرر إيلي انها تروح معاهم. فبيحاول ماني يعترف لها بمشاعره لكنه ما بيقدرش، وبيتمنى ليها السعادة، فبتودعه إيلي وبتمشي. وساعتها بيروح سيد لماني وبيقوله ان هو لازم يتخلى عن الماضي علشان يكون له مستقبل افضل، وبيعرفه ان هو هيعيش حياة سعيدة مع إيلي. فبيتحمس ماني وبيروح ينادي على إيلي وبيتعلق في شجرة وبيعترف لها بمشاعره، وبيطلب منها يكونوا عيلة مع بعض. فبتفرح إيلي جدا وبتوافق وبيحتفل بيهم كل الحيوانات اللي موجودة، وبيقرروا انهم يفضلوا عايشين مع دييجو وسيد قطيع واحد بعد ما نجحوا اخيرا في انهم يعدوا بكل المخاطر دي ويكونوا كلهم في امان. فيلمنا النهارده بيبدأ في العصر الجليدي، وبنشوف السنجاب وهو بيدور على البندقية بتاعته، واللي بيتفاجئ لما بيلاقيها مع سنجابة شكلها جميل جدا. وبرغم كده بيروح السنجاب وبياخد منها البندقية بتاعته وبيمشي، فبتحزن السنجابة وبتعيط، فبيتأثر السنجاب من عيطها وبيقرر انه يرجع لها علشان يديها البندقية. ولما بيعمل كده بيغير رأيه في آخر لحظة وبيرفض انه يسيب البندقية من ايده، فبتحاول السنجابة انها تاخدها منه، لكن السنجاب بيخبطها وبيطيرها بعيد وبتقع على الجبل. ولما بيستوعب السنجاب اللي هو عمله بينط بسرعة وراها علشان ينقذها، وبنشوف السنجابة اللي بمجرد ما بتمسك البندقية بتفرد جناحاتها وبتطير. وساعتها بيحاول السنجاب انه يقلدها ويطير زيها لكنه ما بيقدرش وبيقع على الارض. وبعدها بنشوف ماني اللي بيبقى شايل مية وبيجري بيها هو وكراش وإيدي علشان يروحوا بيها لإيلي، وبيجري سيد وراهم وبيخبط فيهم وبيوقعهم من على الجبل. وبعدها بيوصلوا كلهم لإيلي وبيطمنوا عليها، وبنشوف ماني وهو متحمس جدا وده لأن إيلي حامل وهتولد في أي وقت. وبنروح بعدها لدييجو اللي بيكون بيجري ورا غزال علشان يصطاده، ولكن الغزال بيكون سريع جدا وبيفضل دييجو يطارده لحد لما بيتعب من الجري، فبيروح له الغزال وبيتريق عليه وبيسيبه وبيمشي. وبنرجع بعدها لماني اللي بياخد إيلي للمكان اللي هو عامله للمولود الصغير علشان يلعب فيه، وبيتفرجوا هما الاتنين على الألعاب وهما مبسوطين. وبيطلب ماني من سيد انه يخرج من المكان لأنه للأطفال الصغيرين بس، فبيفضل سيد يلعب وبيدمر التمثال اللي موجود في المكان بالغلط، وبيخرج بسرعة أكنه ما عملش حاجة. وبعدها بيروح ماني لدييجو وبيتكلم معاه وبيسأله عن سبب حزنه، فبيقول له دييجو ان هو بدأ يفقد مهاراته وسرعته في الصيد، وانه علشان كده لازم يسيبهم ويمشي. وبيعرفه ان هو سعيد علشانه لانه قدر يكون أسرة وهيبقى أب. فبيتضايق ماني من دييجو لانه هيتخلى عنهم وبيسيبه وبيمشي. وبيروح سيد لدييجو وبيعرفه ان هم قطيع واحد وانهم ما ينفعش يتفرقوا عن بعض مهما حصل، لكن دييجو بيكون مصمم على قراره، وبيقول لسيد ان دي كانت اجمل فترة عاشها في حياته، وبيودعه وبيمشي. فبيحزن سيد وبيقرر يعيش لوحده هو كمان. وفجأة بيتكسر الجليد وبيقع سيد جوه كهف غريب، وبيروح وقتها سيد يستكشف الكهف ده وهو خايف ومرعوب، لحد ما بيتفاجئ سيد بوجود 3
بيضات كبار، فبيفرح سيد بيهم جدا وبيقرر إنه ياخدهم وبيخرجهم من الكهف بعد ما رسم عليهم أشكال حيوانات الكسلان. وبعد ما سيد بياخدهم وبيمشي بيهم بيقع البيض منه وبيتدحرج من على المنحدر بسرعة كبيرة، فبيروح سيد وراهم وبيقدر إنه يمسك 2 منهم وبيكسر جذع شجرة وبيتزلج بيه على الجليد وبيجري ورا البيضة الأخيرة. وبعد محاولات كتير بيقدر سيد إنه يمسكها، ولكنهم بيطيروا كلهم في الهواء وبتقع بيضة منه، لكن إيلي بتقدر إنها تلحقها قبل ما تتكسر، فبيروح لها سيد وبيشكرها وبيعرفها على البيض. وبيجي ماني وبيطلب منه يرجع البيض ده لمكانه لأن أمهم أكيد بتدور عليهم، فبيقول له سيد إن هو لقاهم في كهف جليدي لوحدهم من غير ما حد يرعاهم. ومع ذلك بيقولوا له ماني وإيلي إن هو لازم هيرجعهم لمكانهم، فبياخد سيد البيض وبيسيبهم وبيمشي. وفي الطريق بيتغير الجو وبيمطر على سيد اللي بياخد البيض وبيدخله جوه كهف، وبيقرر إنه يرجعهم مكانهم في اليوم اللي بعده. ولما بيصحى سيد من النوم بيتفاجئ إن البيض فقس وخرج منه 3 ديناصورات صغيرين، وبيظهر إن الديناصورات ال3 بيكونوا فاهمين إن سيد هو أمهم، فبيفرح سيد جدا وبيحضنهم وبيفضل يلعب معاهم وهو سعيد. وبنرجع تاني للسنجاب اللي بيقدر إنه يوصل للسنجابة وبيحاول إنه ياخد منها البندقية، لكنهم بعدها بيقعوا هما الاتنين في مادة لزجة وبيتحبس كل واحد فيهم في فقاعة هما وكمان البندقية اللي بتكون موجودة في فقاعة تانية، فبيتحركوا هما الاتنين علشان يوصلوا لها. وبتجري السنجابة بسرعة وبتخبط السنجاب اللي بيتسبب في فتحة بتخرج الهواء من الفقاعة وبتخليه يرجع يخبط السنجابة وبيطيرها بعيد لحد ما بيخلص الهواء اللي في الفقاعة بتاعته، لحد ما بتفرقع وبيقع هو والبندقية تحت الجليد. ومن ناحية تانية بنشوف سيد هو والديناصورات ال3 الصغيرين اللي بيكونوا عاوزين يدخلوا المكان اللي ماني عامله للطفل الصغير، وبيفتكر سيد كلام ماني لما قال له ان المكان ده مخصص للاطفال الصغيرين، فبيفتح سيد الباب للديناصورات ال3 اللي بيدخلوا، وكمان بتدخل وراهم كل الحيوانات الصغيرة اللي في الوادي. وبتكون الديناصورات الصغيرة دي قوية جدا وبتدمر الألعاب وبتأذي كل الحيوانات. وبيوصل ماني للمكان بتاعه وبيحزن جدا لأن كل الألعاب اللي هو عملها لابنه اتدمرت، وبيلوم سيد لأنه ما سمعش كلامه ورجع البيض لمكانه، وبيعرفوا إن الديناصورات دي أخطر المخلوقات اللي موجودة على الأرض وإنهم ما ينفعش يكونوا موجودين معاهم. وبيكون ماني هو وإيلي مستغربين جدا لأن المفروض الديناصورات دي انقرضت من آلاف السنين، وفجأة بيحسوا كلهم بهزة أرضية وبتوصل أم الديناصورات اللي بيبقى شكلها مرعب جدا، وبتخاف الحيوانات كلها، وكمان ماني وأصدقائه بيجروا بسرعة من الديناصورة اللي بتبقى بتدور على أولادها، وبياخد سيد الديناصورات الصغيرة وبيروح يستخبى بيهم في كهف لحد ما بتوصل له الأم وبتشيل الصخرة وبتعرف مكانهم وبتاخدهم هما ال3 ومعاهم سيد وبتمشي. وفي الطريق بتعدي من جنب دييجو اللي بيتفاجئ إن سيد موجود معاها، وبنشوف ماني وإيلي ومعاهم إيدي وكراش اللي بيمشوا ورا آثار أقدام الأم وبيوصلوا للنفق اللي هي خرجت منه. وبيطلب ماني من إيلي إنها تاخد إيدي وكراش ويرجعوا للوادي، وبيعرفها إن هو هيروح علشان ينقذ سيد، ولكن إيلي بترفض. وبينزلوا كلهم للنفق وبيستكشفوا المكان وهم بيدوروا على سيد، وبيمشوا على هيكل عظمي لديناصور عملاق جدا، وبيعدوا للناحية التانية وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا لعالم تاني موجود تحت الجليد، وبنشوف العالم ده واللي بيكون عايش فيه كل أنواع الديناصورات. وفجأة بيظهر لهم ديناصور شكله مرعب جدا وبيهاجمهم، وقبل ما الديناصور ده يقتل إيدي وكراش بيجي دييجو وبينقذهم، وبيفضلوا كلهم يجروا. وبيقول دييجو لماني إن هو جه هنا علشان يدور على سيد، وبيفضلوا يجروا كلهم من الديناصور اللي بيطاردهم لحد ما بيوصلوا لحافة جبل وبيحاصرهم الديناصور، وقبل ما يقضي عليهم ديلو بيتزنق في شجرة وبيعطله، فبتستغل إيلي الفرصة وبتمسك أوراق شجرة وبتخلي ديناصور نباتي يقرب منهم، وبتتزلج على ظهره وبيقلدها ماني ودييجو وبينزلوا للأرض، ولكنهم بيترعبوا لما بيلاقوا نفسهم موجودين وسط عدد كبير جدا من الديناصورات. وقبل ما الديناصورات دي تهاجمهم بيظهر فجأة محارب اسمه باك وبيرمي عليهم قنابل وبيختفي هو وباقي الحيوانات، وبعد شوية بيظهروا كلهم بين الأشجار وبيشكروا باك لأنه أنقذ حياتهم. لكن وقتها بيظهر باك وهو بيتصرف بغرابة وبيطلب منهم يرجعوا تاني لسطح الأرض لأن المكان ده خطر جدا على الحيوانات اللي زيهم، ولكن ماني وباقي الحيوانات بيرفضوا لأنهم بيكونوا عاوزين ينقذوا صديقهم سيد. فبيبدأ باك إنه يفحص لهم آثار أقدام الديناصور الأم وبيقول لهم على الاتجاه اللي هي مشيت منه والمكان اللي هي رايحه له، وبيحذرهم من الوحش المفترس اللي ممكن يقابلهم في الطريق، وبيعرفهم إن الوحش ده هو السبب في إنه يفقد عينه. وبالرغم من ده بيتجاهل ماني كلامه وبيمشي هو وأصدقائه على أمل إنهم يوصلوا لسيد قبل ما يتاكل. ومن ناحية تانية بنشوف السنجاب اللي بيبقى نزل عالم الديناصورات هو كمان، وبيحاول إنه ياخد البندقية لكن الشجرة بتقع بيه من على الجبل، وبالرغم من كده بيقدر السنجاب إنه ياخد البندقية اللي بتلزق فيه بالمادة اللزجة لحد ما بتيجي السنجابة وبتقرب منه وبتمسكها وبتشدها وبتخليه يصرخ بصوت عالي جدا. وبنرجع بعدها لماني وأصدقائه وهم ماشيين في غابة شكلها غريب وفيها مخلوقات مخيفة، وفي الطريق بيشوف ماني ثمرة فاكهة فبيروح علشان يجيبها لإيلي اللي بتبقى جعانة، وبمجرد ما ماني بيلمسها بتظهر فجأة زهرة عملاقة من تحت الأرض وبتمسك ماني ودييجو وبتبلعهم. وساعتها بنشوف باك اللي بيكون جه وراهم وبيحذر إيلي وبيطلب منها ما تقربش من الزهرة دي لأنها خطر جدا، وبيجري هو بسرعة وبيتفادى هجمات الزهرة وبينط في الهواء وبيدخل جواها وبيعدي من بين ماني ودييجو وبينزل لتحت، وبيكون محتار يقطع أنهي سلك من الاتنين
مكان. وعلى آخر لحظة بيقطع باك السلك الأزرق وبيوقف الزهرة وبيخرج هو وماني ودييجو منها. وبسبب اللي حصل ده بتطلب إيلي من باك إنه يساعدهم في إنقاذ صديقهم سيد لأنه الوحيد اللي هيقدر يوصلهم لمكانه. فبيوافق باك لكن بشرط واحد، والشرط ده بيبقى إنهم ينفذوا كل اللي هيطلب منهم. وبيبدأوا كلهم رحلتهم مع بعض. وبنرجع تاني للديناصور الأم اللي بتبقى شايلة الديناصورات الصغيرة ومعاهم سيد وبتنزلهم على الأرض، وبتمسك سيد وبتحدفه على شجرة وبتهاجمه علشان تاكله. لكن سيد بيقدر إن يتفادى هجماتها وبيهرب منها وبيتعلق في الحبال قبل ما يقع على الأرض. ولما الأم بتقرب منه علشان تاكله بتظهر الديناصورات الصغيرة اللي بيمنعوها وبيدافعوا عن سيد، فبتتعصب الأم وبتضربه بديلها. وبنروح بعدها لماني وأصدقائه اللي بيكونوا في طريقهم لإنقاذ صديقهم سيد. وبيروح دييجو يتكلم مع ماني وبيقول له إن باك أكيد عايش حياة سعيدة لأنه عايش لوحده في العالم ده، لكنه بيغير رأيه لما بيشوف باك وهو قاعد بيتكلم مع صخرة. وبيكملوا الحيوانات كلها طريقهم لحد لما بيوصلوا لوادي الموت، وبينزل لهم باك هيكل قفص صدري الديناصور علشان يعدوا بيه للجانب التاني. وبتركب إيلي أول واحدة وبتعدي هي وباك، وبيسحب باك الحبل وبيرجع الهيكل لماني وأصدقائه علشان يعدوا هم كمان. لكن وقتها بيقف بيهم الهيكل في نص الطريق، وبيطلب باك منهم ما يتنفسوش من الغاز اللي حواليهم لأنه خطير جدا وممكن يموتهم. ولكن إيدي وكراش بيتنفسوا من الغاز وصوتهم بيتغير وبيفضلوا يضحكوا على بعض. وكمان دييجو وماني بيعملوا زيهم وبيقعدوا يضحكوا من غير أي سبب. وساعتها بيقول باك لإيلي إن الغاز ده هيموتهم من كتر الضحك زي ما حصل للحيوانات اللي قبلهم. وبيروح لهم باك علشان يساعدهم، لكن ماني بيخليه يتنفس من الغاز وبيفضل يضحك معاهم هو كمان. وما بيتبقاش غير إيلي اللي بتسحب الحبل بقوة وبتحرك الهيكل وبتخليهم يعدوا للجانب الآمن. وبنرجع تاني لسيد اللي بنشوفه هو بيجيب خضار للديناصورات الصغيرة علشان ياكلوه، ولكنهم ما بيعجبهمش طعمه. وبتجيب لهم الأم طائر علشان ياكلوه، ولما بيحاول سيد إنه يمنعهم بترميه الأم في المية. فبيرجع لها سيد وبياخد الطائر اللي بيبقى لسه عايش، وبيترعب الطائر ده لما بيشوف الديناصورات، وبيحضن سيد اللي بياخده وبيرميه من على الجبل علشان يهرب. لكن الطائر ما بيعرفش يطير وبيقع. فبتروح الأم تجيب قطعة لحم للديناصورات الصغيرة اللي بيفرحوا بيها وبياكلوها. وفجأة بيسمعوا كلهم صوت مرعب، فبتخاف الأم وبتاخد الديناصورات وبيتعلق سيد في ديلها وبيمشوا من المكان بسرعة. وبالليل بنشوف باك اللي بيحكي لماني وأصدقائه عن الوحش الأبيض الضخم اللي موجود في العالم بتاعهم، وبيقول لهم إن الوحش ده هاجمه بمخالبه وقدر إنه يسيبه في عينه، وإن هو فضل يجري منه وطلع فوق شجرة عالية جدا، لكن الوحش كان عملاق وظهر من وراه وهاجمه وأكله. وبالرغم من ده بيقدر باك إنه يتعلق في بقه، وبيلف بقوة وانطلق بسرعة وكسر واحد من أنيابه وخرج. وبيصدق كل اللي موجودين حكاية باك ما عدا ماني اللي بيبقى فاهم إن هو بيكذب عليهم وبيخدعهم مش أكتر. وبيقرروا وقتها إنهم يناموا علشان يرجعوا يكملوا طريقهم في اليوم اللي بعده. ومن ناحية تانية بنشوف الأم اللي بتاخد أولادها وبتحطهم جوه كهف علشان يناموا، ولما سيد بيحاول يطلع للكهف ده ما بيقدرش، فبتساعده الأم وبتنيمه جنب أولادها. وبنرجع لماني اللي بيصحى من النوم وبيطمن على إيلي وبيعتذر لها لأنه ما قدرش يخليها في مكان آمن. فبتواسيه إيلي وبتقول له إن هو ملهوش ذنب في اللي حصل لأنهم هنا علشان ينقذوا صديقهم سيد. وبيبدأ باك إنه يشجعه وبيقول له إن هو أفضل صديق في العالم لأنه خاطر بحياته هو وأسرته علشان ينقذ صديقه. وبعدها بنشوف السنجابة هي والسنجاب اللي بيحاول ياخد منها البندقية وبيشدها، وبيضربوا بعض وهم بيرقصوا وبيفضلوا على هذا الوضع لحد لما بيوصلوا لحافة جبل. فبتفرد السنجابة جناحاتها وبتطير، فبينط السنجاب وراها وبيخليها تخبط في صخرة وتفقد الوعي. فبينقذها السنجاب قبل ما تقع في الحمم البركانية، وبتجيله فكرة إنه يلفها في الهواء وبيعلقها في حافة المنحدر وبيمسك فيها وبيلف وبيطلع فوق الجبل. ولما السنجابة بتفوق بتفهم إن السنجاب أنقذها من الحمم البركانية وبتعجب بيه جدا، وبيعجب بيها السنجاب هو كمان وبيزق البندقية بعيد عنهم. وبنروح لباك وماني وأصدقائهم وبيكملوا طريقهم علشان يروحوا ينقذوا سيد. لكن الصخور اللي بيكونوا ماشيين عليها بتكون متهالكة ومعرضة إنها تقع في أي وقت، وكمان بتظهر ديناصورات صغيرة مفترسة من بعيد. وفجأة بتحس إيلي بالتعب، ولما ماني بيجي يرجع لها بيتسبب في إن الصخور تقع ويتفرقوا عن بعض. وبيبدأوا إن هم يدوروا كلهم على إيلي اللي بتبقى موجودة على حافة جبل بعيد عنهم. أما الأم فبتبقى خايفة من صوت الوحش اللي بيقرب منهم وبتمشي هي والديناصورات الصغيرة. وبيخبط سيد في صخرة وبيقع على الأرض، فبيجري بسرعة علشان يوصل لهم لكنه بيتعب من الجري. وفجأة بيظهر الوحش الأبيض وراه، فبيخاف سيد وبيصرخ وبيجري. وبيسمع صراخه ماني وأصدقائه وبيقرروا يروحوا له علشان ينقذوه، لكن إيلي بتفاجئهم وبتقول لهم إنها هتولد. فبيرتبك ماني وبيفرح وما بيبقاش عارف يتصرف إزاي. فبيهديه باك وبيقول له إن هو وإيدي وكراش هيروحوا علشان ينقذوا سيد من الوحش، وبيطلب منه إنه يستنى لأنهم هيفضلوا هنا ويحاولوا هما الاتنين إنهم يوصلوا لإيلي ويساعدوها علشان تولد. وكمان دييجو بيقول له إن هو موجود جنبه وهيساعده مهما حصل. وبيمشي باك وإيدي وكراش علشان يروحوا لسيد. وفي الوقت ده بتبقى إيلي تعبانة جدا ومستنية ماني يوصل لها، وبيراقبها الديناصورات المفترسة من بعيد. أما سيد بيبقى لسه بيجري من الوحش اللي بيطارده وبيكسر الصخور اللي بتاخده وبتمشي بيه في الحمم البركانية. وبيترعب سيد لما بيعرف إن هو قرب يقع من شلال الحمم. وبنروح لباك اللي بيشجع إيدي وكراش وبيحمسهم وبياخدهم وبينط من فوق الجبل، بس بيتعلقوا في ديناصور طاير وبيربطوا باك بحبل وبيتحكم فيه وبيتجهوا لشلال الحمم. ولما بيشوفوا سيد
سيد بيفضل ينط على الصخور علشان ما يقعش من الشلال، وقبل ما يوصلوا له بتطاردهم مجموعة من الديناصورات المفترسة، والديناصورات دي بتهاجمهم وبتحاول تاكلهم، فبيتفاداهم باك وبيطير بسرعة وبيخلي إيدي وكراش يهاجموهم بالقنابل ويوقعوهم وبيحدفوا قنبلة جوه واحد منهم، لكن الديناصورات بيبقى عددهم كبير جدا وبيقدر واحد فيهم إنه يخبط الديناصور بتاع باك ويخليه يفقد الوعي، فبيعمل 6 تنفس صناعي للديناصور وبيفوقوا على آخر لحظة، وبيطيروا هما الاتنين من جنب الشلال وبينقذوا سيد اللي بيفرح جدا وبيشكرهم. أما ماني ودييجو فبيكونوا بيفكروا في طريقة ترجعهم، وفجأة بيتصدموا كلهم لما بيشوفوا الديناصورات المفترسة وهم رايحين لإيلي علشان ياكلوها، فبيطلب دييجو من ماني إنه يثق فيه وبيأمره إنه يهاجم الديناصورات ويوقفهم، وبيعرفوا إن هو هيروح لإيلي علشان يحميها. وفعلا بينطلق دييجو بسرعة وبيتسلق الصخور وبيجري ورا ديناصور قبل ما يوصل لإيلي، وبيستجمع قوته وبينقض عليه وبيرميه من فوق الجبل، وبيروح لإيلي وبيطمنها وبيهاجم ديناصور تاني وبيوقعه، وبيتفاجئ دييجو بالديناصورات اللي بترجع تتسلق الجبل، وبيبدأ ماني هو كمان يهاجم الديناصورات وبيضربهم، لكن وقتها بنشوف إن عددهم كبير جدا وما بيبقاش ماني قادر إن هو يمنعهم، وبتجيله فكرة وبيكسر جذع شجرة وبيوقع الصخور على الكهف اللي الديناصورات بيخرجوا منه. في الوقت ده بيكون دييجو بيطمن إيلي وبيهاجم الديناصورات في نفس الوقت، وبيدافع عنها وبيزق الديناصورات بجذع الشجرة وبيوقعهم من على الجبل، وبيوصل ماني ليهم وبيفرح جدا لما بيشوف بنته الصغيرة اللي لسه مولودة وبيحضنها، وبيقرر هو وإيلي سموها بيتشز. وبيجي باكو معاه سيد اللي بيفرح جدا لما بيشوف الطفلة الصغيرة، وبيرحب دييجو وماني برجوعه ليهم، وبيروح لهم باكو وبيطلب منهم يستعدوا علشان يرجعوا للسطح تاني. في الوقت ده بيكون السنجاب والسنجابة عايشين أجمل أيام حياتهم مع بعض، وبتاخدوا السنجابة وبتخليه يطير معاها وبتنسيه حبه للبندقية وبيكونوا أسرة سعيدة مع بعض. وبعد مدة بيزهق السنجاب من طلبات السنجابة الكتير وبيقرر إن يرجع للبندقية بتاعته من تاني، وبيخرج السنجاب من الشجرة وبيروح لها، لكن بتقدر السنجابة إنها تاخدها منه، وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض، وفجأة بينفجر بركان من تحتهم وبيطيرهم في الهواء، وبتسيب السنجابة الصخرة وبتطير. أما السنجاب بيخرج من عالم الديناصورات وبيبقى فرحان جدا لأن البندقية معاه، لكنها فجأة بتقع عليه قطعة جليد وبتضيعها منه، وبنرجع تاني لباكو وماني وأصدقائهم اللي بيوصلوا للنفق اللي دخلوا منه لعالم الديناصورات، وفجأة بيخرج من النفق الوحش الأبيض اللي بيكون ديناصور عملاق جدا وبيهاجمهم، وقبل ما ياكل ماني وأصدقائه بيفكروا باك بنفسه بيوري له الناب اللي هو أخده منه، فبيتعصب الديناصور وبيطارده، وبيطلب ماني من إيلي إنها تفضل هنا، وبيروح هو ودييجو وسادة علشان يساعدوا باك، وبيجري الديناصور ورا باك وبيهاجموا علشان ياكلوا، وبيضرب بديله صخرة وبيطيروا في الهواء، وقبل ما ياكلوا بيوصل دييجو وبينقذه على آخر لحظة، وبتيجي فكرة لباك وبيطير حشرات عملاقة علشان تشتت الديناصور، وبيستغل ماني ودييجو الفرصة وبيلفوا حبال على رجله وبيكتفوه، وبينط باك في الهواء وبيستخدم الحبال وبيقفل أنياب الديناصور، وبيشد ماني ودييجو الحبال وبيوقعوا على الأرض، وبيطلب باك منهم يمشوا من هنا بسرعة قبل ما الديناصور يتحرر. وفعلا لما بيجي سيد بيجري بيقطع أول حبل وبيحرر الديناصور اللي بيقطع باقي الحبال، وقبل ما ياكل سيد بتوصل الديناصور الأم وبتهاجم الديناصور وبتدمر بيه الصخور وبتوقعه من على الجبل، فبيفرح سيد وبيروح يودع الديناصورات الثلاثة الصغيرين وبيحضنهم وبيشكر الأم لأنها أنقذت حياته. وبنشوف باك اللي بيبقى حزين جدا لأن الديناصور العملاق مات وإن هو بكده مش هيبقى عنده أي هدف في حياته، فبتطلب منه إيلي إن يجي معاهم ويعيشوا كلهم مع بعض فوق سطح الأرض، فبيفرح باك وبيقرر إن هو يكون واحد من القطيع، وبيمشوا كلهم على هيكل الديناصور العملاق علشان يرجعوا للسطح، لكن فجأة بيسمعوا كلهم صوت الديناصور الأبيض اللي بيبقى لسه عايش، فبيفرح باك وبيقرر إن يرجع لعالم الديناصورات، وبيودع دييجو وبيقطع الحبال اللي ماسكة هيكل الديناصور وبيوقعه، وبيخرج ماني وأصدقائه من الكهف وبيرجعوا للسطح مرة تانية، وبتفرح بيتشز بشكل الجليد وبتلعب مع إيدي وكراش، وبيطلب سيد من ماني إن هو يرعى بيتشز، وأخيرا بيقرر دييجو إنه ما يسيبش أصدقائه ويمشي بعد ما عرف إنه مش هيقدر يعيش من غيرهم. فيلمنا النهارده بيبدأ بالسنجاب وهو واقف على جبل جليدي وبيدور على مكان يخبي فيه البندقية بتاعته، لكنه بالغلط بيكسر الجبل اللي هو عليه وبيقسمه لنصين، وبيقع السنجاب جوه الجبل لحد ما بيوصل لنواة الكرة الأرضية، وبيفضل السنجاب يجري ورا البندقية بتاعته وبيحرك النواة، وده بيتسبب في انهيار الجبال وبتتشقق الأرض في كل مكان لحد ما بتتحول ل7 قارات، وبيخبط السنجاب في النواة والجدران وبيكون حضارات وتماثيل على شكله لحد لما بيمسك في البندقية وبيطير بيها فوق في السماء. ولما بيجي السنجاب ينط في المية بيقع على قطعة جليدية واللي بتتقسم نصين وبتبعد البندقية عنه، وبنروح بعدها لماني اللي بيصحى من النوم على صوت الأرض وهي بتتشقق، فبيقلق ماني وبيسأل مراته إيلي عن بنتهم بيتشز، فبتعرفه إيلي إنها صحيت من بدري وراحت هي وصديقها لويس للشلالات، فبيتضايق ماني وبيضرب إيدي وكراش لأنهم المسؤولين عن مراقبة بيتشز، وساعتها بتروح له إيلي وبتهديه وبتقول إن بيتشز ما بقتش صغيرة وإنهم لازم يسيبوها تعتمد على نفسها. وبنروح لبيتشز اللي بتبقى كبرت وبنشوفها وهي بتلعب وبتتعلق على الأشجار، وبيكون معاها صديقها لويس اللي بيقول لها إن هو مش هيخاطر بحياته علشان تروح تلعب مع حيوانات الماموس في الشلال. وفجأة بيقابلهم ماني وبيزعق لبيتشز لأن الشلالات دي مكان خطر جدا وبياخدها علشان يرجعوا للبيت. وبنروح
وبنروح بعدها لدييجو وهو بيجري على الجليد، وفجأة بيحس دييجو بهزة أرضية قوية جدا، وساعتها بيظهر جذع شجرة بيتزلج بيه مجموعة من حيوانات الكسالة، وبتفضل الحيوانات دي تتزلج بجذع الشجرة على الجليد، وبيخبطوا دييجو وبيطيروه في الهواء وبيسحبوه بالحبل، وبيفضلوا يجروا بيه لحد ما بيمسك دييجو في شجرة وبيوقفهم على آخر لحظة قبل ما يخبطوا في بيتشز، وبيكون دييجو متعصب جدا وبيروح لهم علشان يهاجمهم، وساعتها بيروح سيد لدييجو وبيقول له إن دول عيلته، وبيحضن باباه ومامته وأخوه الصغير، وهو فرحان جدا وسعيد برجوعهم ليه. فبيستغرب ماني وإلي من اللي بيشوفوه، وبتستغل بيتشز الفرصة وبتمشي من غير ما حد يحس بيها، وبيقول الأب لسيد إنهم دوروا عليه في كل مكان علشان يخلوه يودع جدته جراني قبل ما تموت، وبتطلب الأم منه إن هو ياخد جدته ويوريها الكهف بتاعه، وفعلا بياخد سيد جدته وبيمشي. فبيفرحوا أهل سيد جدا وبيركبوا جذع الشجرة وبيهربوا بسرعة. فبيتصدم ماني وإلي وكمان دييجو من اللي حصل، ولما بيرجع لهم سيد بيعرفوا ماني اللي حصل، وبيقول له إن عيلته كانوا بيدوروا عليه علشان يخلوه يهتم بجدته مش أكتر. فبيحزن سيد جدا لأن عيلته تخلوا عنه وعن جدته للمرة التانية، وفجأة بتختفي الجدة جراني من جنبهم، وبيفضلوا كلهم يدوروا عليها في كل مكان. وبنرجع تاني لبيتشز هي ولويس بعد ما بيوصلوا هما الاتنين للشلال، وبتنبهر بيتشز جدا لما بتشوف حيوانات الماموس وهما بيلعبوا، وبيبان وقتها ان بيتشز معجبة بواحد منهم اسمه إيسان. ولما بتيجي بيتشز تمشي على الجليد بتتزحلق على جذع شجرة وبتتزلج بيه على الشلال المتجمد، وبتطير في الهواء وبتقع على إيسان اللي بتعتذر له بعدها عن اللي حصل. وفجأة بيوصل ماني وبيزعق لبيتشز لأنها ما سمعتش كلامه، فبتحزن بيتشز من ماني لأنه أحرجها قدام زمايلها وبتسيبه وبتمشي. فبيروح ماني وراها وبيقول لها إن هو والدها، وبيحاول يشرح لها إنه عمل كده علشان يحميها. فبتتعصب بيتشز وبتقول له إنها مش عايزاه يكون والدها. فبيحزن ماني جدا وبيتأثر، وبتروح له إلي وبتحاول تواسيه، لكن فجأة بتحصل هزة أرضية قوية جدا وبيتشقق الجليد اللي ماني وسيد ودييجو واقفين عليه، وقبل ما ماني يعدي للمكان اللي إلي موجودة فيه بتتكسر الأرض وبتبعدهم عن بعض. فبيجري ماني بسرعة وبيحاول إنه يعدي للناحية التانية، لكن دييجو بيمنعه على آخر لحظة وبيقول إن هو كان مستحيل يقدر يوصل للناحية التانية. وفجأة بيطلع جبل من تحت الأرض وبيتحرك في اتجاه إلي وبيتشز، فبيطلب ماني منهم إنهم يروحوا للجسر الأرضي وبيعرفهم إن هو هيقابلهم هناك. وساعتها بيتدمر الجليد وبيفرقهم عن بعض، وبتقع صخرة كبيرة في المية وبتكون موجة قوية جدا بتقدر إنها توصل للقطعة الجليدية اللي موجودة عليها ماني وأصدقائه، وبتاخدهم بعيد جدا. وبنروح لبيتشز اللي بتكون حزينة جدا وبتلوم نفسها لأنها السبب في اللي حصل، وإنها لو كانت سمعت كلام والدها كان زمانهم كلهم في أمان. فبتهديها إلي وبتواسيها وبتقول لها إن والدها هيرجع لهم تاني، وبتعرفها إن هو بيحبها وهيسامحها. وبتكون كل الحيوانات اللي في الوادي مرعوبة من الجبل اللي بيتحرك في اتجاههم، وبيفضلوا يجروا كلهم من الجبل اللي بيقرب منهم. وبتروح بيتشز ومعاها إلي وكمان إيدي وكراش يدوروا على لويس لحد ما بيلاقوه فوق الشلال الجليدي، واللي بينط وبيتزلج على الجليد، وبتمسكوا بيتشز وبيجروا بسرعة من المكان. وبتقول إلي لكل الحيوانات إنهم لازم يتحركوا من هنا بسرعة ويروحوا الجسر الأرضي قبل ما الجبل يوصل لهم. وفي الوقت ده بيبقى ماني وأصدقائه بيحاولوا إنهم يوقفوا القطعة الجليدية اللي بعدت بيهم جدا عن القارة، لكن فجأة بتقابلهم عاصفة قوية جدا وأمطار غزيرة، وبتتقلب القطعة الجليدية اللي هم عليها في المية. ولما بتتعادل بيتفاجئوا بوجود سلطعون عملاق، وبيبدأ السلطعون ده يهاجم سيد اللي بيكون خايف منه جدا، لحد ما بيشوفوا كلهم موجة ضخمة جاية عليهم. فبيحضن سيد السلطعون اللي بيكون خايف هو كمان. ولما بيعدوا كلهم من الموجة بيتفاجئ سيد إن رجل السلطعون بس هي اللي اتفضلت منه، وفجأة بيقابلهم إعصار هوائي وبيسحبهم هم والقطعة الجليدية وبيطيرهم في الهواء، وبعد كده بيوقعهم في المحيط تاني. وبنرجع تاني وبنشوف باقي الحيوانات اللي بيبقوا في طريقهم للجسر الأرضي، وبنشوف بيتشز وهي حزينة جدا وقلقانة على والدها. فبيهديها لويس وبيواسيها وبيقول لها إن والدها شجاع وقوي، وإنه أكيد هيقابلهم عند الجسر الأرضي زي ما وعدهم. وبنرجع لماني وأصدقائه اللي بيكونوا خرجوا من العاصفة لكنهم بيبقوا تعبانين جدا ومرهقين، وفجأة بيكتشفوا إن جراني كانت موجودة في الشجرة اللي معاهم على القطعة الجليدية. فبيفرح سيد جدا لأنها لسه عايشة. ومن ناحية تانية بنشوف السنجاب اللي بيوصل لجزيرة صغيرة في وسط المحيط، وهناك بيتفاجئ بوجود هيكل عظمي لسنجاب تاني، واللي بيكون مات وهو مشاور على مكان معين. فبيدور السنجاب في المكان ده وبيفرح لما بيشوف بندقية في قاع المحيط. فبينزل السنجاب لقاع المحيط وبياخد البندقية اللي بيكتشف وقتها إنها بايظة، لكنه بيفرح لما بيعرف إنها خريطة الكنز من البندق. فبيمشي السنجاب تحت المية علشان يبدأ رحلته للكنز، ولكن فجأة بيتسحب السنجاب بسنارة وبيتعلق في سفينة غريبة. وبنرجع لماني وأصدقائه اللي بيكونوا في نص المحيط ومش بيبقوا عارفين يمشوا من أنهي اتجاه. وبتروح جراني لدييجو وبتسأله عن حيوانها الأليف، ولكن محدش بيديها أي اهتمام. وفجأة بتظهر سفينة خارجة من الضباب ومتجهة ناحيتهم، فبيفرحوا كلهم جدا لأن في حد جاي ينقذهم. وبتترمي عليهم حبال من السفينة وبتثبت القطعة الجليدية بتاعتهم. وبتظهر حيوانات مختلفة شكلها مخيف جدا، وبيكلمهم زعيم السفينة القرد اللي اسمه جات، وبيعرفهم إن هو قرصان وإن المحيط كله تحت سيطرته. فبيقول له ماني إنهم مش عاوزين أي مشاكل، وإن كل اللي هم عاوزينه إنهم يرجعوا تاني للقارة. فبيتريق عليه جات
جات وبيقوله إن مفيش أي طريق للرجوع للقارة دي، لكن وقتها بيظهر واحد من المساعدين بتوعه وبيقوله إنهم لو أبحروا من الخليج المتعرج مع التيار هيرجعوا للقارة بسرعة. فبيتعصب جات وبيضربه وبيأمر أتباعه إنهم يهاجموا ماني وأصدقائه، وفعلا بيبدأوا كلهم يضربوهم بقذايف ثلجية، وبيجري دييجو بسرعة وبيقطع الحبال، لكن بتروح له النمرة وبتمنعه وبتهاجمه، وبتروح باقي الحيوانات وبيحاصروا ماني وبيضربوه بقذيفة ثلجية بتفقده الوعي. ولما بيفوق ماني بيكتشف إن هو مربوط في شجرة هو ودييجو وسيد وجراني، وبيروح لهم جات وبيطلب منهم ينضموا للطاقم بتاعه، ولكن ماني بيرفض لأنه بيكون عاوز يرجع لعيلته. فبيتعصب جات وبيطلب من النمرة شيرة تتخلص منهم، وفعلا بيبدأوا إنهم ينفذوا الأمر وبيخلوا سيد وجراني يمشوا على الخشبة علشان يرموهم في المحيط. وساعتها بيستغل ماني الفرصة وبيحرك الشجرة وبيقطع دييجو الحبل وبيحرره. فبيروح لهم جات وبيبدأ يهاجم ماني وبيحاول يقتله، ولكن ماني بيقدر إن يتفادى ضرباته وبيخبط شراع السفينة اللي بيقع وبيحرر دييجو، وكمان بينقذ سيد وجراني، ولكن بيتسبب الشراع في كسر السفينة لنصين. وساعتها بيستغل السنجاب الفرصة وبيهرب وبتتدمر السفينة وبتقع كل الحيوانات اللي فيها في المية، ولكنهم بيقدروا بعدها يتشبثوا في قطعة جليدية صغيرة وبيمشي جات هو وأتباعه. أما ماني وأصدقائه فبيطلعوا هم كمان على قطعة جليدية تانية، وبيروح ماني ينقذ شيرة قبل ما تغرق، وبيبدأ دييجو يتريق عليها لأنها ما بتعرفش تعوم، فبتتعصب شيرة وبتهاجمه. وبنروح بعدها لإيلي وكل الحيوانات اللي بيكونوا في طريقهم للجسر الأرضي، وبالليل بيقرروا كلهم يريحوا ويكملوا طريقهم في اليوم اللي بعده. وبنشوف بيتشز اللي بتكون حاسة بالحزن جدا لأنها افتقدت والدها، وساعتها بيروح لها إيسان وبيستغرب من طريقة نومها لأنها متعلقة على شجرة زي حيوانات الأبوسم، وبيطلب منها تتمشى معاه هو وأصدقائه في اليوم اللي بعده، وبيقول لها ما تجيبش معاها صديقها لويس، فبتفرح بيتشز جدا وبتوافق. وفي تاني يوم بنشوف ماني وأصدقائه وهما موجودين في وسط المحيط، واللي فجأة بيفرحوا وبيجدفوا بسرعة لما بيشوفوا جزيرة قريبة منهم، وبعد مدة بيوصلوا كلهم للجزيرة دي وبتفاجئهم شيرة اللي بتجري بسرعة علشان تهرب منهم، فبيجري دييجو وراها وبيطاردها لحد ما بيوصل لها وبيقدر انه يمسكها. وساعتها بيشوف دييجو الخليج المتعرج وبيفرح لانهم وصلوا للطريق اللي هيرجعهم للقارة بتاعتهم تاني. ولما بيروحوا كلهم هناك بيتفاجئوا بوجود جات واتباعه اللي بيستغلوا حيوانات الهامستر اللي على الجزيرة وبيعملوا سفينة كبيرة. وبالرغم من كده ماني بيبقى سعيد وبيقول لسيد انهم هيسرقوا سفينة جات علشان يرجعوا بيها للقارة بتاعتهم، فبتتريق عليهم شيرة اللي بيكونوا حبسوها جوه شجرة وبتقول لهم ان ده مستحيل يحصل. وفجأة بيروحوا لهم مجموعة كبيرة جدا من حيوانات الهامستر اللي عايشين على الجزيرة، فبيطلب ماني منهم يتعاونوا مع بعض علشان يحرروا اصدقائهم ويسرقوا السفينة من جات، ولكن للاسف ما بتكونش الحيوانات دي فاهمة كلام ماني ولا عارفين هو يقصد ايه، فبيتدخل سيد وبيقعد يرقص ويتكلم بطريقة مش مفهومة، ولكن الغريب ان الحيوانات دي بتفهم كلامه، وبيقرروا يتحدوا مع بعض علشان يهزموا جات ويحرروا اصدقائهم ويسرقوا السفينة. وبالليل بيروح دييجو لشيرة وبيفكرها بجات اللي اتخلى عنها وما دورش عليها وسابها تغرق، وبالرغم من كده بتكون شيرة شايفة ان جات مخلص، وبتعرف دييجو انهم مش هيقدروا يهزموه ولا يسرقوا السفينة منه. وفي تاني يوم بيشرح ماني الحيوانات الهامستر الخطة بتاعته اللي هيسرقوا بيها السفينة علشان يحرروا اصدقائهم، وبيطلب ماني من سيد انه يفك الحبال اللي ماسكة السفينة وبيحذروه من انه يسيبها غير لما يوصلوا له، وبيتصدموا هما التلاتة لما بيعرفوا ان شيرة هربت وراحت لجات علشان تحذروا منهم. وفعلا بتوصل شيرة لجات وبتحذره وبتعرفه ان الماموس موجودة على الجزيرة، فبيتعصب عليها جات لانها ما قدرتش تقتله، وبيطلب جات منها انها تقتل النمر او انها تموت وما ترجع لهمش من تاني. وفجأة بيظهر لهم حيوانات الهامستر اللي بيستعدوا كلهم علشان يهاجموهم، فبيضحك عليهم جات هو واتباعه لان عددهم واحجامهم صغيرة جدا، لكن فجأة بيظهر ماني من وراهم فبيتعصب جات وبيطلب من اتباعه انهم يستعدوا، وبينزلوا من السفينة وبينطلقوا في اتجاه ماني حيوانات الهامستر. في الوقت ده بيستغل دييجو الفرصة وبيروح يحرر الحيوانات اللي جات كان حابسهم. اما سيد وجراني فبيروح يفكوا الحبال اللي ماسكة السفينة، واللي بيمسكها سيد وبيسيبها علشان ياكل توت بري، وبمجرد ما بياكل سيد التوت ده بيتصاب بشلل وما بيقدرش يتحرك من مكانه. وبنشوف جات واتباعه اللي بيقربوا يوصلوا لحيوانات الهامستر، ولكن فجأة بتظهر مجموعة تانية من الهامستر وبينزلوا عليهم من على الجبل وهم طايرين بأوراق الشجر، وبيروحوا لأصدقائهم وبياخدوهم وبيطيروا. وبمجرد ما مساعد جات بيهاجم ماني بيكتشف ان هو تمثال مصنوع من الفواكه، فبيتعصب جات جدا وبيفهم ان ماني واصدقائه خدعوهم علشان يسرقوا السفينة. وفعلا بيروح ماني ودييجو لسيد اللي مش بيبقى قادر يتحرك، وبيشيلوا ماني وبيجري بيه ورا السفينة وبيرميه عليها، لكنه بيقع من الناحية التانية على قطعة جليدية، فبينط ماني ودييجو معاهم جيراني على صخرة وبيرفعوا القطعة الجليدية وبيمسكوا سيد، فبيتعصب جات وبيركب فوق الدلافين بتاعته وبيجري بسرعة، وبيخبط في ماني واصدقائه اللي بيستغلوا الخبطة وبيتزلجوا على الجليد وبيقدروا انهم يوصلوا للسفينة. وبنشوف دييجو اللي بيكون لسه موجود على الجزيرة واللي بيجري بسرعة علشان يركب السفينة هو كمان، وقبل ما يوصل لها بتوصل شيرة وبتهاجمه، فبيهديها دييجو وبيعرفها ان جات شخص اناني واكيد هيتخلى عنها، وبيطلب منها تيجي معاهم. ولما بتفكر شيرة في كلام دييجو بتلاقي انه عنده حق، فبتوافق انها تروح معاهم وبيجروا بسرعة هما الاتنين علشان يوصلوا للسفينة، لكن جات واتباعه بيعرفوا مكانهم وبيطاردوهم. وساعتها بتستخبى شيرة وما بتركبش السفينة مع دييجو، وبترمي قطعة جليدية
بتوقع بيها جات قبل ما يوصل لهم، وما بيبقاش جات عارف ان شيرا هي السبب في اللي حصل، وبيتعصب جدا لان ماني واصدقائه خدوا السفينه بتاعته وهربوا. وبيتسلق جات الجليد وبيدمر جبل جليدي ضخم جدا وبيكون منه سفينه، وبيطلب من اتباعه انهم يركبوا معاه، وبيخلي الدلافين ينطلقوا بالسفينه دي بسرعه ورا ماني واصدقائه. وعلى السفينه بيروح جات لشيرا وبيهددها وبيضربها لانها ما قتلتش النمر زي ما هو امرها، وبيقول جات للمساعدين بتوعه انهم هيقتلوا ماني وكل شخص هو قريب منه او بيحبه. وبنرجع تاني للحيوانات اللي بيكونوا في طريقهم للجسر الارضي، وبيظهروا ايدي وكراش وهم بيستمتعوا بوقتهم وبينطوا من على الشجر وبيقعوا على الارض. فبيسالهم لاوس عن سبب سعادتهم وعدم خوفهم بالرغم من ان العالم بينهار وانهم ممكن يموتوا كلهم. فبيردوا عليه ايدي وكراش وبيقولوا له انهم اغبياء وان دي احسن صفه بالنسبه لهم. فبيسيبهم لاوس وبيروح لبيتشز اللي في الوقت ده بتكون مع ايسان هو واصدقائه الماموس، وبيدخلوا جوه كهف شكله غريب. وهناك بتسال واحده بيتشز عن صديقها لويس، فبتقول لهم بيتشز ان لويس مش صديقها وانها مستحيل تصاحب حيوان زيه. وللاسف بيكون لويس وصل لها وبيسمع الكلام ده منها وبيحزن جدا وبيسيبهم وبيمشي. وفجاه بيبدا الكهف انه يتدمر وينهار، فبيجروا كلهم بسرعه وبيخرجوا منه على اخر لحظه. وبتتعصب بيتشز وبتزعق لحيوانات الماموس وبتلومهم على اللي حصل وبتسيبهم وبتمشي. وبنروح بعدها لماني واصدقائه اللي بيبقوا على السفينه وفي طريقهم للرجوع للقاره، وبيبدا سيد انه يتحسن ويرجع تاني لطبيعته. اما دييجو فبيبقى متوتر وقلقان جدا على شيرا. وفجاه بيسمع دييجو صوت شيرا وبيشوفها موجوده على صخره قدامه، وبيفرح ماني هو كمان لما بيشوف إيلي وبيتشز على نفس الصخره، وبيقرر انه يغير اتجاه السفينه علشان يروح لهم. لكنه بيفوق على اخر لحظه وبيفهم ان دول وحوش البحر وبيخدعوهم علشان ياكلوهم. وقبل ما الوحوش توصل لاصدقائه بيغير ماني اتجاه السفينه وبينقذهم. وبنشوف السنجاب في نفس المكان اللي ماني واصدقائه موجودين فيه، وبيدور السنجاب على الكنز. واول ما وحوش البحر بتشوفه بتتنكر في شكل البندقيه، فبيجري السنجاب بسرعه وبيروح لها، واول ما بيجي ياخدها بتحاصر وحوش البحر وبتهاجمه. وفي تاني يوم بنشوف جيراني وهي بترمي الفاكهه في المحيط لحيوانها الاليف، وساعتها بيروح لها ماني وبياخد منها الفاكهه وبيحاول يقنعها ان الحيوان الاليف بتاعها ده مش موجود. لكننا بنشوف ان الفاكهه بتتاكل وان في حيوان ماشي وراهم فعلا. وبعد شويه بيفرح ماني هو واصدقائه جدا لانهم قربوا يوصلوا للقاره. وبنروح لإيلي وبيتشز اللي بتبقى حزينه جدا بسبب الكلام اللي قالته على صديقها لويس، فبتواسيها والدتها وبتعرفها ان كل الحيوانات بتغلط، لكن المهم انها تصلح غلطها وما تكررهاش تاني. وفجاه بيخافوا كلهم وبيترعبوا لما بيشوفوا الجسر الارضي اللي اتدمر وما بقاش فيه اي طريقه تنقذهم، وبيتحرك الجبل في اتجاههم وبيقرب منهم. وبنرجع تاني لماني واصدقائه اللي بيتصدموا لما بيشوفوا ان الجبل وصل للحافه وان جسر الارض اتدمر. فبيحزن ماني جدا على عيلته وكل الحيوانات اللي ماتوا ما تبقاش منهم غيره هو واصدقائه. لكنهم فجاه بيشوفوا بيتشز اللي بتنادي على والدها وبتطلب منه يساعدها، وبيظهر من وراها جات هو واتباعه اللي بيبقوا قدروا يوصلوا قبلهم، وبيمسكوا بيتشز وإيلي وكل الحيوانات. فبيترجاهم ماني انهم يسيبوا إيلي وبيتشز وياخدوه هو مكانهم. وفعلا بيروحوا اتباع جات وبيرموا الحبال على سفينه ماني واصدقائه وبيسحبوهم. وبيعدي ماني من على الجسر الخشبي وبيروح لجات اللي بيعرفوا ان هو هيقتله هو وكل عيلته، وبيخلي اتباعه يكتفوه. وساعتها بيتدخل لويس وبيطلب من جات يسيب بيتشز وبيتحداه في القتال. فبيضحك جات عليه وبيخلي واحد من اتباعه يديله سكينه، فبيرمي لويس السكينه في الهواء وبيمشي تحت الجليد وبيروح بسرعه لجات وبيضربه. وبيحرر بيتشز وبيستغل ماني الفرصه وبيقطع الحبال وبيتحرر هو كمان. وبيروح سيد هو وجراني وبيتعلقوا في الحبال علشان يروحوا يحرروا إيلي، لكن اتباع جات بيمنعوهم وبيجروا وراهم وبيقدروا يحاصروهم. وساعتها بتنادي جراني على حيوانها الاليف اللي بيظهر فعلا، وبنكتشف ان حيوانها الاليف ده بيبقى عباره عن حوت عملاق جدا. فبيتصدم سيد لما بيشوفه وبيدخل هو وجراني جوه بقه. اما ماني ودييجو فبيبقوا بيحاربوا جات والمساعدين بتوعه، وبيقدر واحد منهم انه يخبط ماني وبيوقعه على السفينه التانيه. وبتروح إيلي لشيرا علشان تحررها، ولكن بيبداوا اتباع جات انهم يمنعوها. اللي بيخبط واحد منهم في شيرا وبيوقعها على نفس السفينه اللي عليها ماني ودييجو. وبيقدر جات واتباعه انهم يحاصروهم هم الثلاثه. وقبل ما يبداوا يهاجموهم بيظهر الحوت وبيتحكم سيد في ضخ الميه وبيهاجمهم وبينقذ اصدقائه. وبيستغل ماني الفرصه علشان يروح يحرر إيلي، ولكنه قبل ما يعدي للناحيه التانيه بيقطع جات الحبل وبيفصل السفينتين عن بعض. فبتتسلق بيتشز على شراع السفينه وبتتعلق في الحبل وبتلف في الهواء بسرعه. وقبل ما جات يقتل إيلي بتضربه بيتشز ضربه قويه جدا وبتبعده عن والدتها، وبتروح هي تحررها وبيكسر ماني الشراع. وبيروح لهم ماني وبيطلب منهم يرجعوا للسفينه بتاعته، لكن جات بيمنعه. وفي وقتها بيبدا الجبل انه ينهار، وبيحرك الصخور اللي تحت الميه اللي بتاخد ماني وجات وبتطلع بيهم لفوق جدا، وبتتحرك بيهم القطعه الجليديه بسرعه كبيره جدا فوق الصخور. وبيروح جات وبيهاجم ماني وبيفضل يضربه، لكن ماني بيتفادى كل ضرباته وبيهاجمه وبيدوس عليه. لكن جات بيبقى قوي جدا وبيشيل رجله وبيزقه لبعيد، وبيتعلق بسرعه في الحبال وبينط في الهواء وبيرجع يضربه ضربه قويه جدا. وبيستعد جات علشان يقتل ماني، ولكنه قبل ما يعمل كده بتيجي فكره لماني وبينط من مكانه وبيطير جات في الهواء وبيفضل ماني يضربه وبيطيره بعيد. وبتتدمر القطعه الجليديه وبيبقى ماني خلاص هيموت.
هيموت، ولكن وقتها بيظهر الحوت وبينقذه على آخر لحظة. ولما جاد بيفوق بيتفاجئ إن هو موجود وسط وحوش البحر اللي بيهاجموه، وبيرجع ماني لبيتشز وإيلي اللي بيفرحوا جدا وبيحضنوه. وبيروح دييجو وبيشكر جراني لأنها السبب في انتصارهم على جاد وأتباعه، وبتقرر شيرا تبقى واحدة من القطيع بتاعهم. وبتروح بيتشز للويس وبتعتذر له عن اللي حصل معاه وبتشكره لأنه اتدخل علشان ينقذها. وبتروح جراني لسيد وبتقول إن أصدقائه دول هم العيلة الحقيقية وإنهم مش زي عيلتهم اللي اتخلوا عنهم. وبعدها بينطلق الحوت بتاع جراني بالسفينة اللي موجودة عليها كل الحيوانات وبيوصلهم للجزيرة اللي الهامستر عايشين فيها. أما السنجاب فبيكون لسه بيدور على الكنز وبيفرح جدا لما بيوصل لمكان الجزيرة فعلا، وبيكون مبهور لما بيشوف كل السناجب اللي عايشين في الجزيرة دي واللي بتبقى مليانة بندق، وما بيكونش السنجاب قادر إنه يسيطر على نفسه وبيجري بسرعة ياخد كل البندق اللي في المكان لحد ما بيشوف بندقية كبيرة جدا، فبيروح علشان ياخدها من مكانها وبيتسبب في إن الجزيرة تغرق وتختفي من على القارة. وأخيرا بيقدر ماني إنه ينقذ عيلته وأصدقائه من الخطر. فيلمنا النهارده بيبدأ في العصر الجليدي وبنشوف السنجاب وهو بيدور على مكان يخبي فيه البندقية بتاعته، وبالصدفة بيقع السنجاب في مكان غريب وبيكتشف وقتها إن هو موجود جوه مركبة فضائية، والمركبة دي كانت متجمدة في الجليد من آلاف السنين. ولما بيحاول السنجاب إن ياخد البندقية بيشغل المركبة اللي بتخرج من الجليد وبتنطلق في الفضاء، وقبل ما تخبط المركبة في كوكب من الكواكب بيستخدم السنجاب جهاز التحكم وبيغير اتجاهها وبيحاول إنه يوقفها، لكنه بيدخل في غرفة بتخرجه بره المركبة هو والبندقية، وبيتصدم السنجاب لما بيشوف تصادم كوكبين في بعض وبيتدمروا. وبالرغم من كده بيقدر السنجاب إنه يتفادى الصخور وبيوصل للبندقية، لكنه للأسف بيتسبب في انهيار الصخرة اللي هو موجود عليها، واللي بتتحول بعدها لنيزك عملاق بيبدأ إنه يتحرك بسرعة كبيرة وبيكون متجه لكوكب الأرض. ومن ناحية تانية في كوكب الأرض بنشوف إيدي وكراش وهما بيتفرجوا على ماني وبيتشز وهما بيلعبوا ماتش هوكي، وبنشوف بيتشز اللي بتكون موهوبة جدا وبتقدر تتفوق على والدها اللي بيبقى مبسوط وهو بيلعب معاها. وبيظهر ماموس تاني اسمه جوليان وبيحيي بيتشز وبيشجعها، وبنعرف وقتها إن جوليان وبيتشز هيتجوزوا قريب جدا. وبتوصل إيلي ومعاها جراني وبتعرف ماني إنها سعيدة لأن بنتهم كبرت وبقت خلاص هتتجوز، وبيقدم جوليان زهور لإيلي كهدية منه، وبيقول لماني إن هو بطل ومثله الأعلى وبيحضنه. وبنروح لساد اللي بيكون سعيد جدا علشان بيتقدم لواحدة من حيوانات الكسلان لكنها بترفض إنها تتجوزه وبتسيبه وبتمشي، فبيحزن سيد جدا وبيفضل يعيط وبيروح لدييجو وماني وبيحكي لهم اللي حصل، وبيقول لهم إن هو مش عارف يرتبط بالرغم إن هو جميل ووسيم وعنده عضلات كتير. وبنرجع تاني للسنجاب اللي قدر إنه يوصل للبندقية وبيرجع بيها للمركبة الفضائية من تاني، وبيفرح لما بيشوف كوكب الأرض قدامه لكنه بيدوس بالغلط على زرار بيخلي المكوك ينطلق بسرعة كبيرة. ولما بيحاول السنجاب إنه يوقفه بيغير قوة الجاذبية وبيطير في الهواء وبتبعد البندقية عنه، فبيرجع الجاذبية لطبيعتها تاني، وهو ماشي بيخلي قوة الجاذبية تزيد وبيلزق في الأرضية وما بيبقاش قادر يتحرك. وساعتها بتتحرك البندقية وبتقرب منه واللي بتكون وزنها كبير جدا بسبب الجاذبية، وبيفضل السنجاب يحاول إنه يهرب منها لكن البندقية بتعدي من عليه وبتساويه بالأرض. وساعتها بنشوف مجموعة من النيازك الصغيرة متجهة ناحية كوكب الأرض وبيظهر وراهم النيزك الكبير. وفي الوقت ده بنشوف ماني وسيد ودييجو وهم ماشيين في الغابة لوحدهم، وفجأة بتظهر إيلي وبتفاجئ ماني بالحفلة اللي عملتها له عشان عيد جوازهم، وبتحييهم كل الحيوانات وبيكونوا فرحانين بيهم. ولكن ماني ما بيكونش فاكر المناسبة دي وبيتوتر جدا لأنه ما جابش هدية لإيلي، لكن فجأة بتنور السما بالنيازك اللي بيكون شكلها جميل جدا، فبتنبهر كل الحيوانات وبيقولوا لماني إن دي أعظم هدية، وبتفرح إيلي جدا وبتحضنه وبتشكره لأنه ما نسيش عيد جوازهم. وبتروح بيتشز وجوليان لماني وإيلي وبيعرفوهم إنهم هيسيبوهم ويمشوا بمجرد ما يتجوزوا، فبيتضايق ماني وكمان إيلي وده لأن بنتهم عايزة تسيبهم وتمشي، وبيحاولوا يقنعوهم إنهم يعيشوا معاهم. وفي اللحظة دي بيكتشف سيد ودييجو إن النور اللي كان في السما ده ما كانش الألعاب النارية، وإنها كانت نيازك جت من الفضاء لكوكب الأرض واللي بتوصل للأرض وبتنفجر، فبتترعب كل الحيوانات وبيجروا لما بيشوفوا عدد كبير جدا من النيازك المتجهة ناحيتهم. وبيجري ماني هو وعيلته وأصدقائه بسرعة وبيحاولوا يهربوا من النيازك اللي جاي وراهم، وبيدخلوا كلهم للكهف وبيستخبوا فيه. وبينزل واحد من النيازك دي تحت الأرض وبيوصل لعالم الديناصورات، وفي العالم ده بنشوف باك وهو بيحارب 3 ديناصورات علشان ياخد منهم البيضة اللي هم سرقوها، وبتفضل الديناصورات ال3 يهاجموه علشان ياخدوا منه البيضة، ولكن باك بيتفادى هجماتهم وبيضربهم وبيفضل يجري ويراوغ فيهم لحد ما بيتسبب في إن الجبل ينهار ويقع عليهم، وبياخد باك البيضة وبيوديها لصاحبها وبيهرب من الديناصورات ال3 اللي بيقرروا إنهم ينتقموا منه. وساعتها بيشوف باك النيازك وهي بتتصدم بالأرض وبيفقد باك توازنه وبيقع في مكان غريب، وبيروح يستكشف المكان ده وبيدوس على زرار بيخرج له لوح حجري من تحت الأرض وبيتصدم باك لما بيشوفه. وبنرجع تاني لماني واللي معاه بعد ما بيخرجوا من الكهف وبيتفاجئوا من الدمار اللي النيازك سببته، وفجأة بيسمعوا صوت خارج من حفرة، ولما بيقربوا منها بيخرج باك اللي بيروح لهم وبيجيب معاه اللوح الحجري، وبيبدأ باك يشرح لهم اللوح ده وبيقول لهم إن كل مليون سنة في نيزك بيتصدم بالأرض، وإن هو ده نفس النيزك اللي تسبب في انقراض معظم الديناصورات، وبيشاور لهم على النيزك الضخم اللي في السماء وبيقول لهم إن هو هيوصل لكوكب الأرض في خلال
خلال يومين وبيعرفهم إن مفيش أي طريقة يهربوا بيها من النيزك حتى لو استخبوا في عالم الديناصورات، وده لأن النيزك حجمه عملاق جدا وهيتسبب في تدمير معظم الكرة الأرضية. فبيترعب كل اللي موجودين وبيسألوه ازاي يقدروا يهربوا من النيزك ده علشان يعيشوا، وساعتها بيقول لهم باك إن آخر مرتين ظهر فيهم النيزك ده كان بيتصدم بالأرض في نفس المكان، وبيقول لهم إن هم لو راحوا المكان اللي الاصطدام ده هيعرفوا السبب اللي بيجذب النيازك وهيدوروا على حل علشان يغيروا اتجاهه. فبيوافق ماني وأصدقائه وبيقرروا إنهم يروحوا مع باك، وفعلا بيبدأوا كلهم رحلتهم. وبعد ما بيمشوا بيخرج من نفس الحفرة الديناصورات الثلاثة، واللي بيكون ديناصور اسمه روجر، واللي والده بيقول له هو وأخته إن باك اتسبب لهم في مشاكل كتير وعلشان كده لازم يتخلصوا منه. فبيرد عليه روجر وبيحاول يفهمه إن باك مش منهم وإنهم ما ينفعش يقتلوه إلا لما يلاقوا حل للنيزك اللي ممكن يموتهم. لكن الأب بيبقى مصر إنهم يمنعوا باك وأصدقائه من إنهم يغيروا اتجاه النيزك ده علشان ده هيتسبب في تدمير الأرض. وبيكمل الأب كلامه وبيقول لهم إنهم هيقدروا يعيشوا لأنهم بيعرفوا يطيروا. فبيحاول روجر يفهمه إن ده مستحيل يحصل وإن لو النيزك ده وقع عليهم كل المخلوقات هتموت. وبالرغم من كده بيتريق الأب عليه وبينطلقوا كلهم علشان يمنعوا باك من تغيير اتجاه النيزك. ومن ناحية تانية بنشوف بيتشز اللي بتبقى حزينة جدا لأن العالم على وشك الدمار، فبيواسيها جوليان وبيعرفها إنهم هيقدروا يغيروا مسار النيزك وهيتجوزوا ويعيشوا مع بعض في سعادة. ولما ماني بيسمع كلامهم بيتريق على جوليان، وبتتكلم معاه إيلي وبتعرفوا إنهم لازم يقنعوا بيتشز وجوليان إنهم يعيشوا معاهم. وفي الطريق بيلاقي باك الصخور اللي وقع من الفضاء، وبالصدفة بيكتشف إن الصخور دي بتنجذب لبعض زي المغناطيس، وبيدخل جوه عقل إيدي وكراش وبيشرح لهم إن الصخور دي زي المغناطيس وإن النيزك بينجذب لكوكب الأرض بسبب الصخور دي، وبيفهمهم إنهم لو أطلقوا مجموعة من الصخور دي للفضاء هتغير اتجاه النيزك. فبيستغرب كل اللي موجودين لأنهم مستحيل يقدروا يعملوا كده، لكن باك بيطمنهم وبيعرفهم إنهم هيروحوا المكان النيزك القديم وهناك هيلاقوا حل يساعدهم. وساعتها بنشوف الديناصورات الثلاثة وهم بيراقبوهم من بعيد، واللي بيقرروا بعدها إنهم يهاجموهم. ولما بيشوفهم باك بيطلب من ماني وأصدقائه إنهم يدخلوا للغابة من غير ما يعرفهم السبب، وبيتفادى الديناصور وبيهرب منه وما بيكونش الديناصورات قادرة إنها تهاجمهم وهم في الغابة. وبيكمل باك وأصدقائه طريقهم لحد لما بيوصلوا النهر وما بيكونوش قادرين إنهم يعدوا منه. وفي الوقت ده بيكون السنجاب بيحاول إنه يرجع البندقية بتاعته اللي وقعت تاني في الفضاء باستخدام أشعة الليزر، لكنه بيغلط وبيسحب القمر وبيخليه يلف حوالين كوكب الأرض. وساعتها بيجذب القمر المية اللي موجودة على الكوكب وبيفتح ممر لباك وأصدقائه اللي بيتصدموا وبيعدوا من تحت المية. وبيحاول السنجاب تاني إنه ياخد البندقية لكنه بيسحب عاصفة من كوكب المشتري وبيرميها على كوكب الأرض بالغلط، وبتكون العاصفة دي فيها موجات كهربائية قوية جدا وبيفرح بيها إيدي وكراش وبيفضلوا يكهربوا بعض. وساعتها بيشوفهم الديناصورات وبينطلقوا علشان يهاجموهم، لكن وقتها بيبدأوا إيدي وكراش إنهم يلعبوا بالكهرباء دي وبيكونوا صاعقة قوية بتقدر إنها تضرب الديناصورات، وبتكون الصخور الفضائية صواعق كهربائية كتير وبتهاجم باك وجراني اللي بتوصل لها الصاعقة وبتموتها، وفجأة بتضربها صاعقة تانية وبتفوقها تاني. وبيجري ماني وأصدقائه علشان يخرجوا من المكان، لكن بيتشز بتتحاصر وسط مجموعة كبيرة من الصواعق. ولما إيلي وماني بيحاولوا يساعدوها بتسيب الصاعقة بيتشز وبتحاصرهم هم. فبيروح دييجو بسرعة لإيدي وكراش اللي بيبقى شكلهم متغير وبيخليهم يولدوا كهرباء بقدرة الاحتكاك، وبيستخدم الكهرباء دي وبيخلي الصواعق تطارده وبيحرر ماني وإيلي، وبيجروا بسرعة وبيبعدوا عن الصخرة اللي بتبقى على وشك إنها تنفجر. وبيخرجوا كلهم من الغابة على آخر لحظة وبيرجعوا كلهم يكملوا طريقهم تاني. وبيشوف دييجو ريشة وبيحس بوجود الديناصورات. وبعد شوية بيقرر باك إنهم يريحوا من المشي ويكملوا طريقهم في اليوم اللي بعده، وده لأن النيزك لسه بعيد عنهم. وبتقول إيلي لماني إنها هتحاول تقنع بيتشز إنها تفضل معاهم، وبتطلب منه يحاول هو كمان إنه يقنع جوليان. وفعلا بتروح إيلي لبيتشز وبتحاول تفهمها إنها هتواجه مخاطر وعقبات كتير لو عاشت لوحدها، وبيساعدها إيدي وكراش وكمان سيد وبيخوفوها من الحياة لوحدها والمشاكل الكتير اللي ممكن تقابلها. فبتتوتر بيتشز وبتخاف، ولكنها بتقدر تحل كل المشاكل وبتسيطر على الوضع. أما ماني فبياخد جوليان وبيروحوا علشان يلعبوا هوكي، وبيحاول ماني يقنعه إنه يفضل معاهم علشان يقدروا إنهم يلعبوا هوكي مع بعض. وفعلا بيبدأ جوليان يغير رأيه، فبيتحمس ماني وبيخبط صخرة بتسيب جوليان من غير ما يقصد وبيوقعه في المية. وساعتها بتروح بيتشز لوالدها وبتلومه بسبب اللي حصل، وبتطلب منه هو ووالدتها يبطلوا يحاولوا يقنعوهم بإنهم يفضلوا معاهم، وبتعرفهم إنهم لو قدروا يغيروا مسار النيزك وعاشوا هتتجوز جوليان وهتسيبهم وتمشي سواء وافقوا أو لأ. وبالليل بيستغل الديناصور روجر إن ماني وأصدقائه نايمين وبيخطف باك وبيرجع بيه لباقي الديناصورات اللي بيتصدموا لما بيعرفوا إن روجر خطف جراني بالغلط. وبتبدأ جراني إنها تضربهم وبتهاجمهم، فبيتدخل الأب وبياكلها لكنها بتبقى لسه عايشة وبتفضل تضربه لحد لما بتساعده بنته وبتخرجها وبتوقعها من على الجبل. وفي تاني يوم بيتفاجئ باك وأصدقائه إن جراني مش موجودة، وبيشوفوا آثار الديناصورات. فبيفهم دييجو إن الديناصورات دي جت علشان تطارد باك، وبيستخدم دييجو حاسة الشم بتاعته وبيمشي ورا آثارهم لحد لما بيوصل للمكان اللي كانوا فيه، لكنه للأسف ما بيلاقيش جراني ولا الديناصورات. وبيحزن سيد جدا وبيفهم إن الديناصورات أكلت جراني. وفجأة بيكتشف إنهم وصلوا لمكان النيزك القديم اللي بيجذب الصخور اللي كانت مع باك. فبيفرح باك جدا وبيقول لماني وأصدقائه إنهم لو أطلقوا النيزك
ده في الفضاء هيغير مسار النيزك التاني وهينقذوا كوكب الأرض. وبيكون ماني وكل اللي معاه مقتنعين إن باك اتجنن لأنهم مستحيل يقدروا يحركوا النيزك ده ويرموه في الفضاء لأنه ضخم جدا. فبيقول لهم باك إنهم ممكن يقدروا يعملوا كده لكنهم مش عارفين الطريقة. وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت جراني وبيروحوا ناحية مصدر الصوت اللي بيبقى خارج من النيزك وبيدخلوا جواه وبيلاقوا جراني هناك. فبيفرح سيد جدا لأنها لسه عايشة وبيستكشفوا كلهم النيزك وبينبهروا بجماله وبشكل الكريستال المميز اللي موجود جواه وبيكونوا معجبين بشكل الحيوانات اللي بتبقى عايشة فيه. وهناك بتروح لهم حيوان اسمها بروك واللي بتبقى طايرة على لوح من الكريستال وبترحب بيهم. وأول ما بتشوف سيد بتعجب بيه وبتقول له إن هو وسيم جدا وإن هو فارس أحلامها. وما بيكونش سيد مصدق نفسه وبيكون هو كمان معجب بيها. وبعد كده بتاخدهم بروك للزعيم بتاعهم اللي بيبقى حيوان لامة شكله غريب وبيتصرف بجنون وبيرحب بيهم وبيسألهم عن السبب اللي خلاهم يجوا هنا. فبيحاول باك يشرح له إن النيزك على وشك الوصول لكوكب الأرض ومتجه ناحيتهم، لكن اللامة ما بيهتمش بكلامه وبيقول له إن ده مجرد ضوء في السماء وبيعرفهم إن مهما حصل مستحيل حد منهم يمشي من هنا. وده لأن البلورات اللي في النيزك بتمدهم بالشباب الدائم. وبيقول لهم إن هو وباقي الحيوانات عايشين هنا بقالهم 400 سنة. فبيتصدموا كلهم لما بيعرفوا الكلام ده. وبيحاول باك تاني يقنعوا إنهم لازم يطلقوا البلورات دي كلها في الهواء علشان يغيروا مسار النيزك، ولكن اللامة ما بيدوهوش برضو أي اهتمام علشان دي خطة مستحيل يقدروا ينفذوها. وبتحزن بيتشيز جدا وبتعيط لأنهم هيموتوا، ولكن جوليان بيواسيها وبيحاول يخفف عنها. وبيشوفها ماني وإلي من بعيد وبيبقى نفسهم ينقذوا العالم علشان يشوفوها وهي بتتجوز وبتكون أسرة. أما سيد فبيبقى عايش أسعد لحظات حياته مع بروك اللي بتطلب منه يتجوزها. وبيكون سيد مش مصدق نفسه من الفرحة وبيروح علشان يجيب لها ماسة من النيزك. وبمجرد ما بيخلعها من مكانها بيتدمر النيزك بالكامل. فبتترعب كل الحيوانات اللي كانوا عايشين فيه وبيزعق اللامة لسيد وبيلومه لأنه السبب في اللي حصل. وفجأة بيتغير شكله وبيكبر في السن وبيحصل ده كمان لكل الحيوانات التانية ومنهم بروك اللي بيتغير شكلها وبتبقى عجوزة جدا. فبينهار اللامة وبيفقد السيطرة على نفسه وبيفضل يزعق. وساعتها بتيجي الباك فكرة مجنونة وبيبدأ يشرحها لكل الحيوانات اللي موجودة وبيعرفهم إنهم لو استخدموا البركان وقفلوا كل فتحات البخار اللي حواليه هيقدروا يطلقوا البلورات في الفضاء ويغيروا اتجاه النيزك. ولكن اللامة بيبقى رافض يسيب لهم البلورات. فبتتدخل بروك وبتزعق له وبتشجع كل الحيوانات. وفعلا بيبدأوا كلهم في تنفيذ أول جزء من الخطة وبيقفلوا كل فتحات البخار اللي بتسبب زيادة في قوة البركان. بعد كده بيشيلوا البلورات وبيتحدوا كلهم مع بعض وبيروحوا للبركان وبيرموا فيه أكبر عدد ممكن من البلورات. وبيبقى باك فرحان لأنهم لسه قدامهم وقت كافي على ما يخلصوا لأن النيزك بعيد عنهم. وفي الوقت ده بيسوق السنجاب المركبة الفضائية وبينطلق بيها في اتجاه كوكب الأرض وبيخبط في النيزك وبيخليه ينطلق بسرعة أكبر. فبتترعب كل الحيوانات وبيشتغلوا بأقصى سرعة وبيروح ماني لجوليان وبيساعده علشان يسحبوا البلورة الكبيرة. ولكن فجأة بتهاجمهم واحدة من الديناصورات وبتوقع البلورة جوه الحفرة. وبيبدأ روجر يهاجم باك وبيمسكه وبيجي الأب علشان ينتقم منه وبيطلب من روجر إنه يقتله. فبيحاول باك يفهمهم إن النيزك لو وصل للأرض كلهم هيموتوا، ولكن الأب بيتريق عليه وبيقول له إنهم بيقدروا يطيروا. ولما بيشوفوا الطيور اللي بتقع عليها النيازك وبتموتها بيقول الديناصور روجر لوالده إنهم لازم يساعدوا باك وإلا هيموتوا كلهم. وبيقدر روجر يقنع والده بكلامه وفعلا بيروحوا كلهم يشيلوا البلورة وبيتحركوا بيها علشان يودوها لفتحة البركان. وقبل ما يرموها جواه بيوصل لهم نيزك وبيصيبهم وبيوقع منهم البلورة. فبيجري ماني وجوليان وبيحاولوا يرجعوا يوصلوا البلورة تاني للفتحة. وفي الوقت ده بيجري دييجو وكل الحيوانات وبيبعدوا عن البركان علشان ما يتأذوش. أما ماني وجوليان فبيكونوا قريبين من فتحة البركان وبيحاولوا إنهم يوصلوا البلورة اللي بتبقى تقيلة جدا وما بيكونوش قادرين إنهم يحركوها. فبتيجي فكرة لجوليان وبيطلب من ماني يثق فيه وبيسيبوا البلورة وبيدحرجوها واللي بتنطلق بسرعة كبيرة وبتلف لحد ما بتطلع من على حافة الجبل وبتطير في الهواء وبتقع جوه البركان. وساعتها بيجري ماني وجوليان بسرعة قبل ما البركان ينفجر وبيقرب النيزك من كوكب الأرض وبتترعب كل الحيوانات وبيخافوا. وفجأة بيثور البركان وبيبقى على وشك الانفجار. وبمجرد ما جراني بتقفل فتحة بخار صغيرة بينفجر البركان وبيطير البلورات في الهواء وفعلا بينجذب النيزك للبلورات. وقبل ما يتصدم بالأرض بيغير اتجاهه وبيطلع تاني للفضاء. وبتفرح كل الحيوانات وبيحتفلوا لأنهم قدروا ينقذوا العالم. وبيروح ماني وبيحضن جوليان وبيرحب بيه في عيلتهم. وبيروحوا كلهم لباك وبيشكروه لأنه السبب الأساسي في إنقاذهم. وبتروح بروك لسيد وبتودعه لأنها مش هتقدر تسيب المكان ده. وبتقرر جراني إنها تفضل معاها. وهما في الينبوع بتقع بلورة في المية وبتتفاعل مع البخار وبترجع كل الحيوانات لشبابهم. حتى جراني بيتغير شكلها. وبتقرر بروك إنها تروح مع سيد وبتتجوز بيتشيز وجوليان وبتحتفل بيهم كل الحيوانات. وبيفرح بيهم ماني وإلي وبتروح بروك وبتحضن سيد اللي بيفرح جدا برجوعها وبيغنوا كلهم وبيرقصوا مع بعض. وبينضم لهم الديناصورات الثلاثة وبيرقصوا معاهم وبيعيشوا كلهم في سعادة بعد ما اتحدوا كلهم وقدروا إنهم ينقذوا العالم. فيلمنا النهارده بيبدأ بحيوانات الأبوسم اللي اسمهم كراش وإيدي واللي بيظهروا هم بيلعبوا على شجرة وبيستخدموها كمنجنيق وبتاخدهم الشجرة وبترميهم بعيد
بيطير إيدي وكراش وبيقعوا في كهف، ولما بييجوا يستكشفوا الكهف ده بيوصلوا هما الاتنين لمدخل العالم المفقود، فبيقرروا إن هما يروحوا لهناك. لكن ساعتها بيظهر ديناصور مخيف وبيشم ريحتهم، وبيأمر 2 من الديناصورات المتوحشة إنهم يقضوا عليهم، فبتبدأ الديناصورات تطاردهم لحد ما بيقع كراش وإيدي من الكهف اللي بيوصلهم للعالم المفقود. وفجأة بيظهر عنكبوت ضخم وبيفضل يطاردهم وبيكون عاوز ياكلهم، فبيجري إيدي وكراش منه وسط الديناصورات وبيطلعوا على ديناصور كبير واللي بياخدهم وبيرميهم بعيد. وقبل ما يقع إيدي وكراش على ديناصور تاني بينقذهم باك اللي بيكون راكب على ظهر ديناصور طائر، وفجأة بتهاجمهم الديناصورات المتوحشة اللي كانت بتطاردهم، لكن باك بيتصد لهم وبيقدر إنه يتخلص منهم، وده لما بيعدي من فتحة صغيرة في الحيطة. ولما إيدي وكراش بيسألوه عن سبب هجوم الديناصورات دي عليهم بيقول لهم باك إن في ديناصور اسمه أورسون هرب من المنفى اللي كان فيه، وده لأنه عاوز يحكم العالم المفقود بمساعدة الديناصورات المتوحشة. وبيسألهم باك عن السبب اللي جابهم تاني لعالم الديناصورات، فبيرد عليه كراش وإيدي وبيحكوا له إنهم كانوا بيتزلجوا بجذع شجرة من فوق جبل جليدي، وهم بيلعبوا فقدوا السيطرة في جزء الشجرة اللي أدى لانهيار جليدي، وده كان السبب في تدمير بيت ماني اللي فضل يبني فيه هو ودييجو طول فصل الربيع. وإن ده خلى ماني يتعصب جدا وبيطلب منهم يدوروا على مكان تاني يعيشوا فيه. وساعتها بتروح إيلي وبتقول لماني إن كراش وإيدي ما بيقدروش يعملوا أي حاجة لوحدهم لأنهم معتمدين عليها في كل حاجة. ولما بيتخيل كراش وإيدي حياتهم وهم عايشين لوحدهم بيلاقوا إنها هتكون أفضل ليهم بكتير. وبالليل بيقوم كراش من النوم بيصحي إيدي وبيروح يودعوا إيلي وهي نايمة وبيسيبوها وبيمشوا، وبيفضلوا طول الطريق يلعبوا لحد ما بيروحوا ناحية الشجرة اللي كانت السبب في إنها تخليهم يقعوا في الكهف اللي جابهم هنا. فبيفهم باك الحكاية وبيقرر إن هو يرجعهم لإيلي تاني لأنه مش هيقدر يحارب أورسون وفي نفس الوقت يخلي باله منهم. وبياخدهم باك وبيروح بيهم للكهف علشان يرجعهم تاني للسطح، ولكنهم لما بيروحوا لهناك بيكتشفوا إن المخرج اللي بيوصلهم للعالم بتاعهم اتقفل بحجر كبير. وساعتها بيظهر من وراهم أورسون وبيقول لهم إن هو اللي قفل المخرج علشان محدش يدخل تاني للعالم المفقود. وبيكمل أورسون كلامه وبيقول لهم إن هو اللي أمر الديناصورات المتوحشة إنها تهاجم كراش وإيدي، وبنعرف إن أورسون هو الديناصور الوحيد اللي بيقدر يفكر ويتكلم على عكس باقي الديناصورات، وده بسبب عقله الضخم اللي كان مسبب له ذكريات مؤلمة كتيرة زمان لما كانت الحيوانات بتتنمر عليه، لكن دلوقتي بقى بيفتخر بيه لأنه بقى السبب إنه بقى ذكي جدا. وبيأمر أورسون الديناصورات المتوحشة إنها تهاجمهم، لكن وقتها بيقدر باك إن هو يتغلب عليهم وبياخد إيدي وكراش وبيهربوا من المكان بسرعة. وبعدها بيروحوا كلهم لبيت باك اللي بيقرر إنه يخلي باله منهم لحد ما يلاقي طريقة يرجعهم بيها تاني للسطح. ومن ناحية تانية بنشوف إيلي وهي بتلوم ماني لأنه كان السبب في إن كراش وإيدي يمشوا ويسيبوهم، وبتقول له إنها لما كانت صغيرة والدة كراش وإيدي هي اللي لقيتها لما تاهت وأخدتها وربتها معاهم، ولما ماتت وعدتهم إنها مش هتتخلى عنهم أبدا، وبتقول له إنهم لازم يلاقوهم قبل ما يحصل لهم أي حاجة. وبنرجع تاني لكراش وإيدي اللي بيسألوا باك عن السبب اللي خلى أورسون عاوز يحكم العالم المفقود، فبيرد عليه باك وبيقول له إن أورسون لما كان صغير كان بيتعرض للتنمر كتير بسبب شكل راسه، لكنه لما كبر بقى ذكي جدا بسببها، وعلشان كده قرر يحكم كل المخلوقات لأنه شايف نفسه أفضل منهم. وبيكمل باك وبيقول لهم إن هو زمان عرض على أورسون إنه ينضم للفريق بتاعه ويعيش معاهم في نبع الماء اللي هو أسسه هو وأصدقائه علشان تعيش فيه كل الحيوانات بسلام وبمساواة، ولكن أورسون رفض الفكرة وما اعترفش بفكرة المساواة ونصب له هو وأصدقائه فخ، وكان ده السبب في إن كل أصدقائه ماتوا ما عدا هو وصديقته زي. وبيحكي لهم باك إن هو قدر يتغلب على أورسون ونفاه مكان اسمه جزيرة لافا، وهناك أورسون قدر إن هو يتعرف على 2 من الديناصورات المتوحشة اللي بقوا أتباعه، وده بعد ما لقوه بيقدر يولع نار بمخالبه، وإن أورسون هو اللي أمر الديناصورات دي يعملوا له طريق بالصخور وسط اللافا علشان يخرج بيه من الجزيرة ويبقى حر من تاني. وأثناء ما باك بيحكي الحكاية لكراش وإيدي فجأة بتدخل الديناصورات المتوحشة لبيت باك وبتحاول تقتل كراش وإيدي، لكن باك بيهاجمهم وبيحاول يمنعهم لحد ما بيظهر غاز أخضر بينيم باك هو والديناصورات، وبنلاحظ إن الغاز ده ما بيأثرش على كراش وإيدي نهائيا. ولما بيفوق باك بيلاقي إن صديقته زي كانت هي السبب في الغاز ده واللي بتكون عملت كده علشان تنقذهم من الديناصورات المتوحشة، وبتطلب زي من باك إنهم يرجعوا فريق من تاني علشان يحاربوا أورسون قبل ما يدمر العالم المفقود. وبعدها بيروح باك لنبع الماء وهناك بيشوف الديناصورات المتوحشة وهي رايحة تهاجم الحيوانات، فبيروح لهم باك بسرعة علشان يحذرهم، لكن فجأة بتوصل الديناصورات وبتبدأ تهاجمهم، فبيحاول باك هو وزي إنهم يمنعوهم علشان الحيوانات تقدر تهرب، وفعلا الحيوانات بتهرب، لكن فجأة بيجي أورسون ومعاه عدد كبير جدا من الديناصورات وبيأمرهم إنهم يهاجموا باك،
اللي بيقرر هو وزي انهم يهربوا لما بيلاحظوا ان الديناصورات عددهم كبير جدا. وبعدها بتقول زي لباق انهم محتاجين خطة علشان يقدروا يتغلبوا على أورسون، فبيقول لها باق انهم هيطلبوا المساعدة من الديناصور الأم، وبيروحوا كلهم يركبوا المركب بتاعت زي اللي بتفضل تتخانق مع باق طول الطريق. وفي المركب بيشوف كراش وإيدي تنانين صغيرة بتخرج نار من بقها، وبيكون كراش وإيدي معجبين جدا بشكلهم وبيقرروا انهم يحتفظوا بيهم. وبالليل بينام باق من كتر التعب، وبيتولى كراش وإيدي قيادة المركب. وفي تاني يوم بيوصلوا كلهم للديناصور الأم، واللي بتقول لهم انها عندها مشكلة في واحد من أسنانها وان ده مسبب لها ألم شديد. فبيقول لها باق انها محتاجة تخلع السنة دي، ولكن الديناصورة بترفض. فبتروح لها زي وبتنيمها بالغاز بتاعها، وبيروح باق وبيخلع لها السنة بتاعتها. وفجأة بيوصل أورسون وأتباعه من الديناصورات اللي كانوا مراقبينهم طول الطريق، وبيأمر أورسون الديناصورات المتوحشة انها تهاجم باق اللي بيفضل يحاول انه يفوق الديناصورة الأم، لكنها بتفضل فاقدة الوعي من أثر الغاز بتاع زي اللي بتقرر انها تحط في بقها نوع من انواع النباتات المتفجرة اللي بتنفجر وبتفوقها. لكن بعدها بيظهر ان الديناصورة بتبقى لسه تحت تأثير الغاز، فبتقع تاني على الأرض. فبيأمر أورسون الديناصورات انها تقتلهم، لكن بيقدر باق وفريقه انهم يهربوا منهم وبيطلعوا فوق صخرة عالية. لكن في الآخر بتقدر الديناصورات انها تحاصر باق وزي اللي بيعترفوا لبعض ان هم كانوا السبب في موت فريقهم لانهم كانوا بيتخانقوا طول الوقت، وبيقرروا ان هم يتحدوا علشان ينقذوا العالم المفقود. وبيروح باق لأورسون اللي بيحبسه في قفص، وفي الوقت ده بتروح زي تاخد ايدي وكراش وبيهربوا. وبتروح زي بعدها للديناصورة الأم وبتقول لها ان هم رايحين عند نبع الماء علشان ينقذوا باق، وبتطلب منها انها تقابلهم هناك بعد ما تفوق. وبعدها بتروح زي وكراش وإيدي يركبوا المركب، وبيظهر ان كراش وإيدي حاسين بالذنب لانهم ما قدروش يساعدوا باق. فبتقول لهم زي انها هتدربهم علشان يكون عندهم الشجاعة ويقدروا ينقذوا باق، وبتبدأ زي تدربهم في الطريق. وبنروح بعدها لماني وعيلته وهم لسه بيدوروا على إيدي وكراش، وبيقول لهم سيد ان هم ممكن ما يلاقوهمش لانهم ممكن جدا يكونوا ماتوا. لكن دييجو بيكون ماشي ورا آثار أقدامهم لحد ما بيوصلوا للحفرة اللي هم وقعوا فيها. ولما بينزلوا كلهم للحفرة بيلاقوا ان في صخرة كبيرة سد مدخل العالم المفقود، فبيتحدوا كلهم وبيقدروا ان هم يحركوا الصخرة دي. ولما بيدخلوا كلهم للنفق بيتسبب سد في ان الصخرة دي تجري وراهم وبتوقعهم وبتخرجهم من مخرج تاني. لكن لحسن حظهم بيقابلوا الديناصورة الأم اللي بتحكي لسيد عن اللي حصل، وساعتها بيقرروا كلهم انهم يروحوا معاها علشان ينقذوا باق وكمان يلحقوا كراش وإيدي قبل ما يحصل لهم حاجة. وبنرجع تاني لزي وكراش وإيدي لما بيوصلوا أخيرا لنبع المية اللي بيكون أورسون دمره بالكامل. وبنشوف أورسون اللي قبل ما يرمي باق من القفص علشان الديناصورات تاكله بيتدخل كراش وإيدي وبيهاجموا الديناصورات ببذور نباتات قوية جدا بتقدر انها توقعهم على الأرض. أما زي فبتفجر قنابل الغاز اللي بتنيمهم، وساعتها بيولع أورسون في حبل القفص اللي باق موجود فيه. لكن وقتها بتقدر زي انها تنقذ باق قبل ما يقع والديناصورات تاكله. وفي الوقت ده بيوصل ماني وعيلته ومعاهم الديناصورة الأم، وبيبدأوا يهاجموا الديناصورات اللي بيكون عددهم كبير جدا. وبتستخدم الديناصورة الأم ديلها في الهجوم على الديناصورات، وبتستخدم زي مهاراتها القتالية وبتقدر انها تتغلب عليهم. وبيروح باق وبيهاجم أورسون وبيقول له ان العالم المفقود مش محتاج لحد يحكمه. لكن أورسون بيبقى شايف عكس كده وبيهاجم باق اللي بيقدر ياخد السكينة بتاعته. وقبل ما يموته بيولع أورسون نار بمخالبه علشان يخلي الديناصورات تهاجم زيه وباقي الفريق بعد ما حصروهم. وساعتها بيفهم كراش وإيدي ان أورسون بيتحكم في الديناصورات من خلال النار، فبيخرجوا 2 من التنانين الصغيرة اللي احتفظوا بيهم لما كانوا في المركب. ولما بتخرج التنانين نار من بقها بيشوفوهم الديناصورات وبيسمعوا كلام كراش وإيدي اللي بيمثلوا ان هم نايمين، فبتقلدهم باقي الديناصورات وبتنام. وبيروح كراش وإيدي وبيأمروا 2 من الديناصورات انهم يطاردوا أورسون اللي بيخاف منهم وبيجري بعيد. وبتروح إيلي وبتعتذر لكراش وإيدي لانها كانت فاكراهم مش هيقدروا يعيشوا لوحدهم. ولما إيلي بتطلب منهم يرجعوا معاها بيقولوا لها كراش وإيدي ان هم حابين الحياة هنا وانهم عاوزين يكملوا حياتهم مع باق. فبتوافق إيلي انها تسيبهم وبيفرح باق جدا لانه مش هيبقى وحيد تاني. وبتودع إيلي اخواتها كراش وإيدي بعد ما اتفقوا معاها انهم هيزوروها من وقت للتاني. واخيرا بيحقق إيدي وكراش حلمهم بعد ما لقوا نفسهم في المغامرة مع باق وكونوا فريق قوي علشان يحموا بيه العالم المفقود. الملخص ده بصوت هايدي مصطفى وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.